لو احتجت ده هحتاج بالظبط. يعني مثلا انت شركه ستارت اب كاتب لي سيكوال، انا مش محتاجها، بس محتاج الشخص اللي داخل يبقى عنده سيكوال. ليه؟ عشان لو احتجت اعمل داتابيز، احتجت اشتغل في حاجه، ايوه هي امبلمنت اصلا الحاجه دي يبقى بعدين. انت عندك السكيل دي. رن دوس سكه ودغري. لا رن اجري. اجري. لا رن نفذ يلا الامر، نفذ الاوردر. تقريبا دي اهم نصيحه لحد دلوقتي. انت ده أهم كل حاجه بكلمك فيها لينكدين. اهم حاجه انت الجوب ديسكريبشن بتاعك، الجوب ريسبونسبيلتيز بتاعتك عامله ازاي. انت ممكن تبقى شايل حاجات كتير جدا، داتا انجينير وداتا ساينس وداتا اناليست، حد عشان كده زي ما انت قلتي ان هو الريكويرمنتس السوق مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. صح، لان هم فعلا بيطلبوا حاجات كتير جدا. اهلا بيكم في تكنولوجي هو بودكاست هدفه الاساسي ان احنا نساعدكم تتعلموا مجالات الداتا ساينس والداتا اناليسيز وتنموا مهاراتكم الخاصه بالسوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز من خلال ان احنا نستضيف مجموعه من الاشخاص المميزين في كل المجالات عامه، سواء داتا ساينس او اي او داتا اناليسيز او حتى سوفت سكيلز وبيرسونال براندنج، عشان يساعدوكم انكم او يشاركوكم خبرتهم في سوق العمل، ويساعدوكم ان انتم تكتسبوا مهارات من خلال البودكاست والفيديوهات اللي احنا بنصورها. عشان كده معانا النهارده ضيف من اميز الضيوف اللي موجودين في مجال الداتا اناليسيز في مصر. تعالوا نبدا النهارده مع بعض ونشوف اللي احنا هنستفيده من الضيف ده. خلونا نرحب بيها مع بعض. باشمهندس رغد، عامله ايه؟ عشان الاخبار كله كويس؟ منورانا. ده نورك والله. طيب تعالي نبدا الاول. عايزك تعرفينا بنفسك وتعرفينا بدات ازاي في المجال عامه، يعني اوفر فيو عن الرحله او مسيرتك في الشغل وفي المجال عامه. اوكي introduce yourself يعني. in English. in English please. اوعى. ماشي اوكي. انا رغد الغباشي. انا شغاله داتا اناليست ات BDO، وشغال ده الفول تايم جوب، يعني شغاله كذا شغلانه. والشركات اللي هو 3 حروف زي UC والكلام ده. ايوه. وشغاله كنت شغاله فريلانسنج على ابورك، وشغاله برضو معاك هنا منتور. بس خلينا بقى، انت عايز تسال في ايه بقى يعني الجيرني بتاعتك؟ قولي لنا بداتي ازاي في المجال، التحديات اللي قابلتك او واجهتك في المجال، ازاي خدتي اول وظيفه مثلا، يعني اوفر فيو عن الفتره اللي فاتت بعد ما اتخرجتي عملتي ايه هكذا. دي قصه طويله جدا. دي قصه طويله جدا. عايزين فشار بقى. يلا بينا. بص خليني اقول لك، الموضوع بدا من بعد ما اتخرجت. انا يعني اول ما اتخرجت قعدت بالظبط شهر بسيرش على ايه المجال اللي انا عايزه ابدا فيه. اوكي. طيب الموضوع بدا ازاي اصلا؟ من وقت دراستي انا كنت بحب الاحصاء جدا، انا خريجه كوميرس اكاونتنج ستاتستكس ديبارتمنت، فكنت حابه حاجه تبقى مش بعيده قوي، تبقى قريبه من المجال شويه، وكنت حابه حاجه فيها احصاء وكده وارقام. فقعدت سيرش بقى، لقيت طبعا مجالات كتيره جدا مختلفه، بس اللي لفت نظري قوي مجال الداتا. ليه لفت نظري مجال الداتا؟ عشان حسيته مجال جديد، غير بقى يعني مش حاجه بقى لها كتير قوي في السوق. مجال المستقبل خلاص، يعني كل الشركات هيبقى فيها حد او تيمز للداتا. مجال برضو حسيته هو قريب قوي لشخصيتي، فقلت ابدا بقى اسيرش ايه الاماكن اللي اقدر اتعلم فيها المجال ده. فالموضوع بدأ طبعا سيلف ليرنينج عادي، عشان انا ماليش علاقه خالص او ماليش مثلا ناس شغاله في المجال، فالموضوع كان صعب جدا في الاول. فكره ان انت تكولكت داتا او تسيرش على المفروض هذاكر منين او هبدا منين المجال ده، موضوع صعب جدا جدا. خد بالظبط مني شهر سيرشنج، بس شهر كامل بتدوري بتشوفي ازاي هتعلم اصلا المجال ده. بالظبط كده. حلو. شهر بجمع السورسز بتاعت ان انا اتعلم المجال، بعمل رود ماب كده محترمه ابدا اتعلم فيها. ما حسيتيش ان انت زهقتي مثلا؟ يعني شهر ده برضو كبير، يعني شهر ده مثلا ممكن حد يقعد بيبدا في المجال، بس انت شهر كامل بتشوفي هتبداي ازاي اصلا. ما حسيتيش الموضوع محبط شويه في النص ان انا شهر كامل عمال اشوف انا خالص؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه. اول حاجه كان عندي حماس الشباب طبعا، يعني الواحد بعد ما يتخرج بيبقى فاكر الدنيا وردي. وهنتعلم وناخد كورسز وكل الكلام ده، فحماس الشباب اللي كان في الاول ده، يعني انا لحقت نفسي بدري ان انا بعد ما اتخرج على طول ابدا اذاكر. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا كنت حابه المجال، كنت حاسه ان انا هانفست وقت فيه وهاخد في المقابل حاجه كويسه في الاخر، فما زهقتش. انا ما اقتنعش بصراحه بموضوع الشغف وفقدت الشغف وزهقت والكلام ده. بحس اللي بيعمل كده يعني المجال ده مش شبهه او مش هيعرف يكمل فيه. فلا انا ما كنتش احبطت خالص بصراحه في الاول. بعد بقى الشهر بتاع السيرشنج عملت رود ماب كويسه ومصادر كويسه. كان اول حاجه بدات بيها كورس الجوجل داتا اناليتكس اللي هو من كورسيرا.
كان في الاول في الفاينانشال ايد، ان انت بتقدم على فاينانشال ايد وتقول لهم انا من دول العالم بشحت الثالث ومش عارف ايه والنبي بنشحت ادوني الكورس الكورسز وبيبقوا النبي ادينا الكورس ده عشان عايزين وباخد نتعلم. 2 دولار في الشهر بالظبط، مصروفي زيرو كانوا حاطين زيرو. زيرو. فعملت كده مم. وجالي الشهاده دي ان انا اخدها. الشهاده دي كانت طويله جدا، حوالي تقريبا 8 كورسز. فالموضوع خد مني وقت. هي كانت الافريج من 3 ل6 شهور. مم. هي خدت معايا بالظبط 3 شهور ونص او 4. مم. فده وقت، يعني وقت قليل قوي بالنسبه لان هي المفروض تاخد اون افريج 6 شهور. مم. فالموضوع حبيته جدا ان انا بدات اذاكر. الموضوع هي السيرتيفيكيت كانت كلها انجلش، مم. بس حسيت المجال لذيذ. الشهاده دي كانت بتدي حاجات اكسل، ولا هقول لك جوجل شيتس. مم. ايوه جوجل شيتس، حاجات جوجل كلها، جوجل شيتس، جوجل بيكويري سيكوال والحاجات دي كلها. وار وجوجل بيكويري وار وتابلو. هي كانت نظري شويه، ويعني هي ممله شويه. انت لو عملت سيرش عليها هي تزهق شويه. مم. دي اللي ممكن اقول انها خلتني اقل كده شويه في تهدي شويه في ايوه بالظبط. بس قلت بقى ايه، خلاص احنا خلصنا السيرتيفيكيت دي، عايزين نبدا في حاجه تانية بقى عملي اكتر، حلو. لان دي نظري بحت. مم. فخلاص السيرتيفيكيت دي دخلت في سيرتيفيكيتس تانية برضو اونلاين، وكنت بذاكر من بلاي ليست على اليوتيوب عادي جدا. حلو. بعدين قلت بقى عايزه حاجه بروجكت بقى محترم، وحاجه اشتغل بقى عملي بالتولز دي. كويس. قدمت على انترنشيبس 3 انترنشيبس. هي بتبقى شركات في الهند بتقدم انترنشيبس للناس اللي بتبقى بيجنر في المجال. م. بتدي لك داتا وبتدي لك بزنس كويشنز زيها زي بالظبط الاسئله بتبقى في الشركات، اوكي. بيزد اون تولز معينه. فقدمت على ال 3 انترنشيبس دول، وبتبقى ليها ديدلاين، يعني كل واحده بيبقى ليها ديدلاين شهر واحد بس، المفروض حلو. تخلص بروجكت كامل في شهر واحد في التولز اللي هم طالبينها. م. والحمد لله اتقبلت. يعني هم كانوا اللي طالبينه بيبقى بيزكس في كل تول بس. وبيبقى مثلا تولز معينه هم اللي بيقولوا التولز دي مثلا تشتغلي بيها. يس. طب ولو التولز دي مش عندك؟ مش هتقبل. يعني أوكي. هو مش اي لازم يكون حد عندك أصلاً. بالظبط. لازم يبقى عندي البيزكس كواليفيكيشنز في الانترنشيب دي. م. ان هو طالب مثلا تعمل لي 3 بروجكتس بالداتا ب 3 دومينز كمان، ما بيبقاش دومين واحد. م. بالتولز دي سيكوال مثلا، باور بي اي، اكسل. حلو. لازم يبقى هما بيتشيكوا الحاجات دي عندك ولا لا. طب أوكي. بيتشيكوا ازاي؟ انت بتبقى واخد سيرتيفيكيتس، عامل مثلا حاجات بسيطه، بروجكتس بسيطه، بادئ شويه في المجال، فخلاص انت كده كده حلو. كانترنشيب مش عايز حاجه، مش عايز تبقى هيرو يعني عشان م. تتقبل بس. طيب هسألك سؤال. انت مثلا دلوقتي قلتي ان انت قدمتي على 3 انترنشيبس و3 قبلتي فيهم، مهم. رغم ان انت كنت بيجنر يعني بالظبط. لسه بادئه في المجال. بالظبط. ايه اللي خلاكي دلوقتي مثلا بعد ما عديتي فتره في الشغل هكذا، ايه اللي كان عندك؟ يعني هل اي حد بيقدم في الانترنشيبس دي بتقبل؟ لا. فايه بقى اللي عندك او ايه اللي كان موجود عندك وقتها م. خلى ان انت بتقدمي على انترنشيبس كمان من شركات بره، يعني م. من الهند مش من مصر، م. وبتتقبلي؟ اوكي. بص، هو عشان الشركات دي بتعتمد بشكل كامل على الستودنتس اللي جايين في الانترنشيبس، جميل. فهم كده كده هيستفادوا مننا. حلو. فبالنسبه لهم اول حاجه ان انت يبقى عندك البيزكس بتاعت كل تول في المجال. تاني حاجه ان انت تكون مظبط الاكونت بتاع لينكد ان جدا. كويس. انا وقتها كنت مظبطه اكونت لينكد ان جدا، ودي م. اصلا قصه تانية خالص هجيلك فيها. حلو. اكونت لينكد ان ده كان مهم عندي عليه 45 كونكشن. 45 كونكشن. انا 45 دلوقتي connection. 7100. حلو جدا. فانا اديت له وقت كبير، يعني قعدت انفست وقت فيه م. كبير جدا، زيه زي اي حاجه تانية في المجال. م. فاصلا كان شرط من شروطهم، غير ان انت يبقى عندك الريكويرمنتس بتاعت التولز، ان انت يبقى اكونت لينكد ان مظبوط، لان هم بيخليك تشيروا البروجكت على لينكد ان وتعمل منشن ليهم بعد ما تخلص. اوكي. بس. حلو قوي. طيب وبعد ما خلصتي بقى الانترنشيبس دي، هل اشتغلتي على طول في دي بي او؟ لا، هو الموضوع انا خلصت. خلينا نمشي بالهيراركي بتاع الجيرني كده من الاول. حلو. انا خلصت، خدت سيرتيفيكيتس اونلاين. بعد كده قدمت على الانترنشيبس. بعدين انا حسيت ان انا طول الوقت ده قاعده بذاكر لوحدي، انترنشيبس ريموت وسيرتيفيكيتس من النت. انا عايزه حاجه بقى ريل لايف. فقلت هقدم في اي تي اي. كويس. انت اكيد عارف اي تي اي طبعا. معسكر. معسكر ده، واي معسكر انتنسيف كود كامب حرفيا. اكيد طبعا. فقلت بقى ايه، خليني بقى اكولكت الداتا بتاعت ان انا اتقبل في اي تي اي. وبدات ان انا بدات في شهر واحد بالظبط.
ان انا اشوف ايه الحاجات المتطلبه من اي تي اي ان انا اتقبل في البروجرام بتاعه. قدمت على بروجرام باور بي اي ديفلوبمنت. البروسيس اكلمك في البروسيس بتاعت اي تي اي ولا نجي لها بعدين؟ يلا بينا ماشي. هو البروسيس عشان تتقبل بيبقى ان انت في الاول اي كيو انجلش تيست، ده بيفلتروا بيهم، وبعد الاي كيو الانجلش تيست بنروح لسوفت سكيلز وتكنيكال وبروبلم سولفينج تيست. حلو قوي. في الاول انا عادي جمعت من الجروبس اللي على الفيسبوك عادي، واي بلاتفورم يعني ازاي يتقبل في اي تي اي والكلام ده. حلو جدا. فكان في سورسز لمذاكره الاي كيو والانجلش وكده عشان تدخل عشان تدخل تتقبل. فايه اللي انا عملته بقى؟ كان في 3 كتب تذاكر منهم عشان تتقبل. حلو كويس. قعدت مثلا سكه شهرين بذاكر ال3 كتب دول زي اسمي. كويس قوي. حلو جدا. يعني اي حد اصلا عايز يدخل اي تي اي ممكن يعمل بريبريشن، مش مجرد هو طبعا يلا كده وخلاص. لا 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 لا, لا ده اي بريبريشن. ده احنا هنتفلتر جامد. لان في ناس كتير على فكره مثلا بتقول انا قدمت في اي تي اي وما اتقبلتش، فتيجي تقول له انت عملت ايه؟ يقول لي انا قدمت بس وخلاص. لا ده الموضوع صعب جدا. شفت سؤالين وقعت في الانجليش وقعت في الاي كيو. ده موضوع محتاج تجهيز جدا. يعني شهرين اقل حاجه. وكده كده انت لازم يبقى عندك البيزكس في المجال. هما ما بيعتمدوش ان انا هدخل اعرفك المجال من الاول. يعني اصلا ما ينفعش تدخل زيرو اكسبيرينس. بالظبط. ما ينفعش ان انت داخل تاخد المجال او تتعرف على اي مجال من اي تو زي. لا هما هيجوا من النص كده يشرحوا لك، او هيعتمدوا بشكل اكبر على الشغل العملي. لكن في الاول النظري ده احنا مش هنشرح لك حاجه. فانا لازم ابقى جاهزه اصلا، ابقى واخده 20% من المجال او 30% من المجال، هم يكملوا الباقي. كويس. حلو جدا. بس فايه اللي حصل؟ انا ذاكرت ال3 كتب زي اسمي. دخلت. فاكره اساميهم ولا يعني هم ليهم اسامي معينه ولا مجرد تجميعات وكده؟ لا هم ليهم اسامي. هي بتبقى سورسز كده انت بتذاكر منها عشان تدخل التيست بتاع الاي كيو والانجلش. حلو. المهم بقى البلوت تويست هنا ان انا دخلت او مش دخلت، هو كان الكلام ده قبلها باسبوع بالظبط. عرفت قبل التيست باسبوع ان كل السورسز دي مش فاليد، وان كل حاجه هتتغير بدايه من الراوند دي. ان الراوند دي مش هتعتمد على السورسز اللي كل الطلبه كانوا بيذاكروها ويدخلوا. احنا نسيب المجال. احنا نسيب المجال حرفيا. لا الموضوع كان صعب جدا يعني. كانت صدمه عشان كمان بقالي 3 شهور ولا شهرين بذاكر في كتب ملهاش لازمه في الاخر. حلو. والموضوع جاي على حظي انا يعني. كل الراوندز اللي فاتت، شوف اي تي اي من امتى، كل الراوندز اللي فاتت كانت بتذاكر الكتب دي تدخل تلاقي نفس الاسئله بالظبط. ده كان في اي بقى راوند؟ يعني ده السنه اللي فاتت ولا كل الراوندز؟ الراوند بتاعتي كان بدايه من الراوند بتاعت 2024. يعني السنه اللي فاتت 2024. اول راوند في 2024. بس كان بقى التغيير مفاجئ. اي قررت انها تغير من نفسها. على حظي. كاركتر ديفلوبمنت على حظي. حلو. بس لا وايه كمان، انا عرفت الكلام ده بعد ما ذاكرت 3 كتب. يعني فالموضوع لو هتيجي بقى من ناحيه ان انت بتتعلم مجال جديد فهو محبط جدا. طبعا. اللي هو انا بعد كل المجهود ده، انا مجهودي ده راح على الارض وملهوش اي 30 لازمه، وتدخلي بقى تفاجئي في التيست اللي انت داخلاها دي هتعرفي اصلا تحلي ولا لا. فدخلت الاي كيو تيست والانجلش تيست، والحمد لله بعدها بساعه لقيت ان انا اكسبتد الحمد لله وعديت منه. ده بيبقى اول فلتر عشان تدخل بقى في اللي باقي. لو انت وقعت في الفلتر بتاع الاي كيو الانجلش انت مش هتكمل البروسيس اصلا. حلو. طب ماشي، انت دخلتي بقى لقيتي الاسئله دي موجوده ولا ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه يعني بس هي مجرد كانت مذاكره بالظبط. مش حفظ يعني مش بصمجه. بالظبط. اللي هو بتعود نفسك على الاسئله او نظام الاسئله، وبتدخل بقى انت بتعتمد بشكل كامل على نفسك. طب مثلا انت فاكره اسئله معينه مثلا من الاسئله دي؟ هي الاسئله يعني مثلا في الاي كيو بتبقى حاجات مثلا لا عادي. الموضوع بيبقى يعني كذا حاجه. في مثلا حاجات مثلا عناوين كتير المفروض بيعتمد بشكل كامل على تركيزك ازاي هتطلع حاجه مختلفه مثلا، وبتبقى حاجات طويله جدا. في حاجات مثلا زي عمليات حسابيه. انت المفروض تبقى سريع جدا، بيعتمد مثلا على السرعه بتاعتك ازاي تحل اي عمليه حسابيه بسرعه. في صور، في حاجات كتير جدا مختلفه. موضوع الاي كيو كان بازلز مثلا وحاجات زي كده. هو ما كانش اصعب حاجه وما كانش اسهل حاجه. هو الصعوبه بتاعته، عارف السهل الممتنع، الصعوبه بتاعته في الوقت. في الوقت. اوكي. الوقت صعب جدا. انت عندك كانوا 30 سؤال تقريبا في 30 دقيقه. كل سؤال انت محتاج دقيقه واحده بس تحله وتفكر وتقراه، لان هو كله انجلش. فلو المفروض انت تقراه وتبقى كويس طبعا في الانجليش عشان تقرا وتفهمه وتترجمه وبعدين تحله. حلو. وتجاوب بقى يعني كل ده في دقيقه واحده. بالظبط. طب هسالك سؤال، هل انا محتاج اكون شاطر جدا جدا في الانجليش؟
يعني شاطر في الانجليش دي بدرجه ايه برضو؟ ما هو ممكن ندخل اي تي اي، او مثلا ممكن الناس اللي بتطلع من اي تي اي مش شرط يكونوا بيرفكت في الانجليش. فعشان يدخل هل ده محتاج مثلا ريكويرمنتس؟ يعني الانجليش، اختبار الانجليش ده انا بذاكر له برضو ازاي؟ هل لو ذاكرت هعرف احل؟ بص هقولك، عشان برضو موضوع الانجليش ده مختلف مهم. من فرد للتاني. بس هو يعني الجرامر مثلا، حاجات اللي احنا كنا بناخدها واحنا صغيرين، اوكي ماشي. الجرامر عادي، مم. الجرامر بتاع الانجليش واحد اصلا، لازم تبقى عارف الجرامر كويس. حلو. آه يعني لو هديلك ريت اتليست 6 من 10 في الانجليش. 6 من 10 اللي اه هو listening و speaking وكله؟ بالظبط. اوكي، وجرامر بالظبط، وكل حاجه. لان انت بعد ما تخلص الانجليش تيست اصلا والاي كيو تيست لو اتقبلت فيهم، انت بتدخل سوفت سكيلز وبيسالك كل الاسئله بالانجليش. فانت لو مش هتقدر تسبورت في ان انت تجاوب على حد بالانجليش، مش طب هتعرف. هل اجاوب دي برضو، اجاوب ان انا ابقى واحد بيرفكت او بروفيشنال، ولا انا لا ممكن لا لا. هو زي ما الناس اه بتزق لا، الدنيا؟ هما يعني عادي هو يعني. اصل انت مش داخل برضو كول سنتر انجلش يعني. بالظبط. انت داخل على الاقل بتعرف تكون جمله هو بالانجلش. الموضوع مش اجريسيف يعني. اه لا، اه. مش اجريسيف قوي في حته الانجليش يعني. مم. بس لازم تعدي التيست بتاع الانجليش كده كده. مفهوم. بس بعد بقى الاي كيو والانجليش تيست، كنت بقول لك الوقت ضغط جدا، مم. مفيش حد بيطلع من الاي كيو تيست راضي عن الوقت. اوكي. لازم في الاخر هتهبد لك 3 4 اسئله ما مثلا. انت مش لاحق، انت مش. مفيش وقت يعني، لو جبتها يمين وشمال مهما كان انت عامل ازاي مش هتعرف تحل كل الاسئله. مهم. فبس عدينا بقى من الاي كيو والانجليش تيست، حلو. دخلنا بقى ايه للسوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز. اوكي. بص، الاثنين حاجه واحده ولا سوفت بعد كده تكنيكال؟ لا كل واحد كل لوحده. واحد لوحده. اه اول حاجه بتكون السوفت سكيلز. اول حاجه، لا هو على حسب الراوند بتاعتك، اوكي. ساعات تكنيكال سكيلز ساعات سوفت سكيلز مم. براحتهم يعني. حلو. في السوفت سكيلز هو عادي، السوفت سكيلز بيسالك اسئله زيه زي اي شركه. انت مثلا حابب المجال ده ليه، او داخل مم. المجال ده ليه، عرفني بنفسك، عملت ايه كل الفتره اللي فاتت. مهم. هما بيعتمدوا بشكل كامل، انت بيقروا شخصيتك، انت كويس. شخص بتبذل مجهود على نفسك ولا مكبر دماغك. مم. يعني مثلا اجابه حد ان هو بقاله 3 سنين مثلا من بعد التخرج وما اشتغلش وما ذاكرش وما عملش اي حاجه، هتفرق معاهم. طبعا. غير لو حد مثلا لا هو شغال على نفسه، نزل انترنشيبس، عمل مهم. دي بحاجات تفرق معاهم يعني. حلو جدا. بس ده السوفت سكيلز. دخلت سوفت سكيلز عديت بقى خلاص، محدش مش هيرحموك. بص انا كده كده عديت من كله. بس سوفت سكيلز كان رخم جدا كان رخم؟ جدا. بالعكس بحس. علشان ايه طيب؟ بوكر فيس جدا. بوكر فيس. واصلا احنا كطلبه صغننين لسه اول مره ندخل انترنشيب في حياتنا، فمتوترين جدا. فانا خلاص شفت البوكر فيس ده قلت انا ريجكتد وش، انا ريجكتد وش. بس الموضوع كان طلع لذيذ خالص. بس هما بيعتمدوا كده عشان يشوفوا يوتروا يشوف رد فعلنا. بالظبط. بالظبط. اه. التكنيكال بقى هو اللي كان تقيل. مم. التكنيكال انترفيو، مع ان انت دلوقتي لو جيت بصيت لها بشكل منطقي، انت داخل الانترنشيب عشان تتعلم مش عشان تتسأل. بس الواقع غير. مم. وخلي بالك يعني دي برضو فادتني somehow، فادتني لان انا ذاكرت كويس قوي 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 عشان مم. اتقبل في التكنيكال، فده كله فادني برضو. صح. فدخلت التكنيكال سكيلز واتسالت اسئله كتير جدا في الداتابيز والسيكوال، واتسالت حاجات ادفانسد شويه مم. عشان انا قلت لها انا واصله في الجزء ده، فهي أوكي. بقى قعدت سالتني في كذا حاجه. مم. بس الحمد لله بعد ده كله يعني البروسيس خدت بالظبط 3 شهور. 3 شهور عشان تتقبلي؟ اوكي. 3 شهور اللي هي الاي كيو تيست والانجلش تيست. الموضوع ان هم بينزلوا مواعيد. انت مش متخيل كم الاعداد اللي بتقدم على طبعا الأطفال. كتير جدا، كتير جدا. الافات الالافات. كتير جدا طبعا. فالموضوع بياخد وقت بشكل مش طبيعي. مم. فانت قاعد على اعصابك 3 شهور. مم. فده اصلا لوحده يعني ضغط كبير جدا. يخلي الواحد يفكس لاي حاجه. بلاها بقى وجع كتير دماغ جدا. ده. طب هقول لك ال3 شهور دول لما انت كنت قاعده مستنيه كنت بتعملي ايه بقى؟ يعني هسألك سؤال بس بطريقه مختلفه. هل اي تي اي نهايه الدنيا؟ يعني لو كنت ما اتقابلتيش في اي تي اي كنت هتعملي ايه مثلا؟ بص انا شخصيه عنيده شويه، مهم. فكنت هقدم تاني عادي. كويس. يعني كنت هتفضلي ورا اي تي اي؟ طب هو الراوند كل قد ايه؟ المفروض هي كل راوند كل ما تخلص تبدا الراوند اللي بعدها. قصدي كنت هتفضلي مستنيه لما الراوند التانيه تبدا؟ بالظبط. طب ليه ما تجربيش تشتغلي؟ يعني مثلا انت دخلتي انترنشيبس في الاول زي ما قلتي، ليه ما جربتيش تدخلي على طول سوق العمل؟ هقول لك على مم. حاجه. بمناسبه الحوار ده، انا كان جاي لي اصلا اوفر قبل ما ادخل اي تي اي. كويس. بس انا كنت عايزه اخد اي تي اي. مم. انا كنت حابه لاسم اي تي اي. بصراحه كنت حابه السيرتيفيكيت دي، كنت حاسه انها تفرق معايا على الجانب العملي.
كنت حابه اخد التجربه بتاعت ITI دي، مم. اللي هو كله الحاجه قديمه وحاجه من وزاره الاتصالات وحاجه طبعا. تقيله، فلا انا كنت عايزه اخد التجربه يعني. مم. بس حلو قوي. هو عامه اصلا الناس اللي بتخرج من ITI بيبقوا اتقل الناس في السوق، يعني حتى الناس بتخلص دي حقيقه. مش هتكلم عن نفسي كتير. بيخلصوا يعني بسمع ان هم بيخلصوا بتخش بيلاقوا الناس اصلا شركات بتطلبهم، دي يعني ITI حقيقه. بياخدوا دي حقيقه. الناس احنا يشغلوهم على طول. احنا بنضغط جدا جوه، مم. انت مش متخيل. احنا بنبقى من الساعه، بنبدا بالظبط من الساعه 8 الصبح، كأن بجد يوم جامعي، من الساعه 8 الصبح لحد الساعه ساعات 7 بالليل، مم. او لحد الساعه 5 العصر. حلو. وانت كده ما بترتاحش، مم. انت بعدها بتخلص عندك تاسكس وديدلاينز مم. وبتاع. طب احكي لي بقى بالتفصيل، يعني احكي لي مثلا اول لما اتقابلتي في ITI طبعا بعتوا لك ميل، مهم. وبعد كده بقى دخلتي رحتي الفرع اه نفسه. لا انا جالي، هو احنا بنتشيك السايت اوكي. اللي كنا بنبقى ماشيين بروسيس عليه مم. وبس، وجالي ان انا congratulations you طبعا are بقى ايه، accepted. مفيش حد قدي بقى ده كان يوم، خلاص. ده انا فرق، ده انا عملت فرح 3 شهور بتعسر. حلو. وبعد كده بقى رحتي بقى خلاص، اه احكي لي بقى كل اتعلمتي ايه، مثلا البروجرام بيكون ماشي ازاي، استفدتي بنسبة قد ايه، اليوم بيبقى ماشي ازاي، يعني كأن مثلا انا قاعد عايز اعرف ايه اللي بيحصل جوه عشان اعرف مثلا هل ده مناسب ليا ولا لا، اوكي فايه اللي حصل مثلا. ماشي. هو في الاول بيبقى فيه سيشن كده كامله، بتبقى زي انترودكشن مم. لكل حاجه بقى اللي احنا هنعمله، البروسيس تبقى ماشيه ازاي، انت هتاخد تاسكات كل قد ايه، ايه يومك هيبقى عامل ازاي، بيبدا من امتى وبيخلص امتى، مين اللي هتتعامل معاهم، كل حاجه بالتفصيل في الفرع اللي انت مقدم فيه. مهم. بس هي الراوند بتاعتي كانت يعني اقرب للهايبرد، ما كانش بيبقى حضور كل يوم، شويه اونلاين وشويه اون سايت. يوم الجامعي بيبقى من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 7 بالليل، عبيد بالظبط. 8 الصبح ده بدري قوي. 8 الصبح، ولازم تبقى اون تايم، انت لو مم. اتأخرت دقيقة خلاص، مم. خلاص ما فيهاش هزار دي. مم. والمنحة بتمضيك على جزء ان انت لو مثلا بعد اسبوع او اسبوعين قررت ان انت تتراجع وما وتفكس من تكملش المنحة، مثلا. مم. تدفع 10,000 جنيه وقتي. مم. ليه؟ لان انت شايف اهو بروسس خد 3 شهور عشان اتقبل، فانت دخلت وبعد شهر، بعد اسبوعين قررت ان انت تمشي، انت ضيعت فرصه على حد غيرك. مم. طبعا. فهم لازم يضمنوا جديه الشخص ده. مم. بس يوم اتعلمتي الجامعي، ايه بقى فيها، يعني مثلا بدأتي ازاي، خدتي ايه في الاول، هل حسيت الموضوع فرق كتير، ولا كان ممكن لو خدتي كورس مثلا بره او في اي مكان يبقى احسن. بص هو انا كنت داخله بروجرام باور بي اي ديفلوبمنت. مم. هما مينلي بيدوا كورس، اول حاجه الداتابيس كورس، كل التفاصيل الخاصه بالداتابيس، كويس. عشان كانك هتطلع منه داتابيس ادمنستريتور. مم. بعد كده طبعا جوه الداتابيز احنا بناخد سيكوال، مهم. فداتابيز وسيكوال، وخدت باور بي اي طبعا، ده اصلا اسم البروجرام، فده المين تول يعني، مهم. واكسل وتابلو وبايثون، خدنا كذا تول يعني اهم التولز المطلوبه في سوق العمل. مهم. بس طب هل الثلاث شهور كفوا كل ده ما هما ما كانوش 3 شهور بقى. اصلا؟ الموضوع طول شويتين 3 يعني. مم. كانوا في حدود 5 6 كده اوكي. بس. طب برضو 5 6 مش كتير ولا قليل؟ يعني مثلا بالمواد اللي انت بتقوليه كل يوم من 8 ل5، يعني مثلا ممكن حد يشرح السيكوال مثلا كلها في اسبوعين مثلا، مهم. فليه قعدنا 5 شهور؟ بص هقولك، هو انتنسيف كود كامب، هو اوكي. بيعتمد ان انت جاي اوريدي واكل 30% من المجال حلو. او 40% مثلا. انا مش كانوا هديك ماشيين من شويه؟ لا ما احنا التاني كده هنزود شويه. شويه. بقعد افتكر واقول لا احنا اوكي. 50%. ماشي. 50% وهو على 50% حلو. تانيين. فالبروجرام كان سريع جدا، مم. دي بقى من كان سريع. جدا، اوكي. دي من التشالنجز بجد اللي كانت في المكان، مم. ان انت داخل على الله لقيت ناس بتجري، مم. فانت لازم تواكب السرعه بتاعتهم. مم. وخلي بالك انت داخل مع ناس برضو ممكن يكون ناس اصلا بقالهم 3 راوندز بيقدموا، ف 3 راوندز بيقدموا ما بيتقبلوش، فهم واكلين المجال فهم. واكلين كل حاجه اكتر مني بكتير، ففي بقى اختلافات. صح. يعني انا مثلا معايا 24 واحد، ممكن يبقى في 10 اكتر مني، اعلى مني بكتير في المجال، مم. وفي ناس تانية اقل بكتير. مم. فالاختلافات دي برضو صعبة، مم. صعبة جدا، حلو. لان انت بتقارن نفسك. مم. انت دلوقتي في جروب، انت مش شغال لوحدك، انت في جروب، فبتقارن نفسك وبتقارن الشغل بتاعك، بتقارن كل حاجة. مم. دي ليها سلبيات وايجابيات، لو مم. انت خدت السلبيات بس هتهرب من اول يوم. صح. بس حلو قوي. طيب وبعد بقى ما خلصتي عملتي ايه؟
او في اخر مثلا بقى في جرادويشن. طبعا حلو. احنا خلصنا البروجرام بتاعنا عادي جدا، وجراديويشن بروجكت والحمد لله نجحنا وخدنا السيرتيفيكيت. ممكن ما تنجحوش. وخدنا طبعا في ناس ما بتنجحش لان أوكي. بيبقى فيه اساسيات لازم تعملها، يعني بيبقى فيه 3 شروط معايير معينة. بالظبط 3 شروط عشان تنجح وتاخد السيرتيفيكيت بتاعتك. زي ان هم كانوا طالبين مننا نجيب اول فريلانسنج جوب لوحدنا، حلو. لازم اجيب فريلانسنج جوب بنفسي. مم. فدي يمكن كانت من اصعب الحاجات. مم. اصل انت لسه ولا حاجه، مم. انت لسه ولا حاجه في المجال، مم. وعشان تدخل تنافس ناس تقيله جدا في الفريلانسنج سايتس، صح. دي حاجه صعبه جدا. مم. فدي الحمد لله دن، مم. يعني الحمد لله عملتها. جالي ساعتها كلاينت من KSA، مم. اشتغلت معاه، دخلت معاه ميتنج. مع ان انا كنت قاعده في السعوديه بس ما كنتش عارفه اتواصل قوي معاه عشان اختلاف اللهجه وكده. مم. بس عادي يعني فهمنا، قعدنا نتواصل وفهمت متطلباته ايه، وعملت له التاسك اللي هو عايزه. ده كان اول مشروع فريلانسنج تعمليه خالص؟ يس كانت اول حاجه. يس. طيب ووصلتي له بقى ازاي؟ يعني مثلا اشتغلتي على موقع معين او على حاجه معينه ولا؟ قولي لي. طيب هو كان على ابورك. حلو. انت بيبقى ليك كونكتس كده بتقعد تقدم بيها، دي زي الفلوس اللي بتقدم بيها على شغل. حلو. قعدت بقى اقدم كتير جدا، ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتتشرح في ITI ازاي برضو كان بيبقى فيه كورسز تانية سوفت سكيلز، زي ان احنا ازاي نقدم على السايتس بتاعت الفريلانسنج، ازاي نعمل نظبط اكونت لينكد ان، ازاي حلو. نعمل CV الكلام ده. فهم برضو كانوا بيساعدونا قوي في الجزء ده يعني. كويس. بس الموضوع معتمد بشكل كامل عليك طبعا. يعني على اب وورك برضو. انا ككلاينت ايه اللي هيخليني ابعت لك شغل؟ يعني ايه اللي هيخليني ابعت لك الداتا بتاعتي واختارك انت ان انت تشتغل معايا، الا لو انت مظبط الاكونت بتاعك، عملت بروجكتس محترمه، كل الكلام ده. حلو قوي. بس حلو. وبعد بقى جراديويشن عملت ايه؟ يعني خلاص بعد ما خلصتي خالص خدت الشهاده، ايه اللي حصل؟ اوكي، هو انا بعد الجراديويشن باي ذا واي كانوا مدينا مكافاه كمان كام 1500 جنيه تقريبا. يا نهار أبيض، ده كتير جدا. عشان انت وانت داخل بيبقى الناس اللي جايبه تقدير عالي في الكليه بيدوا لها بقى ارقام معينه، فانا الحمد لله كان تقديري كويس جدا، جيد كويس. جدا مرتفع، فكانوا مديني رقم طب حلو. هسألك سؤال صح بمناسبة الكلية نسيت اسأله لك. انت مش كمبيوتر ساينس يس. ولا هندسة. اوكي. ازاي اصلا، عشان برضه في ناس كتير بتبقى مثلا خريجة حقوق، خريجة تجارة، ازاي الجاب اللي كان موجود بين انك مثلا تبقى المايند سيت بتاعتك هندسة وكمبيوتر ساينس، فدول كده كده بيشتغلوا تكنيكال وبيشتغلوا في الحاجات دي كلها بالظبط. ازاي الجاب ده قدرتي يعني تتفاديه او تتعاملي معاه؟ كان صعب جدا، خلي بالك كان صعب جدا يعني موضوع صعب فعلا جدا. يعني انا عايزه اقول لك اول كورس خدته في ITI كان الداتابيز. ده اتقل حاجه. انا عمري ما اتعاملت مع داتابيز، انا عمري ما قابلت داتابيز. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ هما انت بقى بتقارن نفسك بناس اوريدي واخداه في الكليه 20000 مره وامتحنت فيها 20000 مره. فانا في الاول كنت بنهار كل ما يجي لي حاجه، كل ما الانستراكتور يشرح حاجات في الداتابيز، ايه الداتابيز دي؟ فالموضوع صعب جدا جدا، ولو حد ضعيف الاراده شويه كان فكس للموضوع جدا وخلع. بس انا كنت مثلا الحاجه اللي مش فاهماها اروح اسال واسيرش، الناس اللي معايا اوريدي خدت الحاجه دي اروح افهم منهم ويشرحوا لي. خلي بالك برضو فكره ان انت تبقى في بروجرام معاك ناس دي مفيده جدا. طبعا 100% جدا. حلو قوي. طيب تعالي نتكلم بعد بقى ما خلصت ITI، ماشي عملنا الجراديويشن وخلصنا كل ده. اوكي. سوق العمل بقى. هل مثلا ايه البريبريشن اللي انت عملتيه؟ مثلا ايه التحديات اللي مشيتي فيها؟ الكلام ده كله. دي حدوته تخوف جدا. يلا بينا. والله حدوته تخوف قوي. بص كلامك من سوق العمل بصراحه في مصر عشوائي. كويس. ليه؟ المجال جديد ومعظم الشركات لسه دلوقتي مش فاهماه، ومش فاهمه ايه اللي المفروض متطلب منك كحد شغال في الداتا عموما. اوكي. فانت لازم ان انت تواكب طلبات الشركات وتواكب ان انت لسه برضو في بيجنر في المجال، وان انت برضو انت مش عارف تذاكر ايه، مش عارف تمسك تول ايه. طب دي التول دي اهم ولا التول دي اهم؟ طب الشركه دي طالبه كذا، طب الشركه دي طالبه كذا. وخلي بالك في شركات بتطلب حاجات اوريدي ملهاش مصادر ان انت تتعلمها. فدي مثلا دي لوحدها حاجه صعبه. ساعات انت ممكن تتسال في انترفيوز في حاجات ادفانسد قوي عليك. طب انا اذاكر الحاجات دي واوصل للليفل ده ازاي؟ ما انا محتاج اكسبيرينس بايديا، مش مجرد حاجات نظري او سيرتيفيكيتس عشان اوصل للليفل ده. مظبوط.
فسوق العمل صعب بصراحه، مم. صعب شويه. يعني حتى برضو تاكيدا على كلامك، في شركات مثلا فويس، مثلا شركات زي فويس اه بيطلبوا مثلا حاجات في التولز اللي بيشتغلوا بيها، مثلا زي باور ابس، باور اوتوميت، اه حاجات زي كده اصلا ملهاش مصادر. اه بالظبط. فبالتالي برضو الشخص محتاج ان هو يعني هو بيتعلم، مم. يتعلم برضو من ارتكلز، من توتوريالز، من حاجات تانية. مش بالظبط. شرط كل حاجه. لو دخلت مثلا على يوتيوب كتبت باور ابس او مم. باور اوتوميت مم. او اي حاجات في الباور بلاتفورم، مش هتلاقي مصادر غير انجليزي، او ممكن ما يبقاش اللي انت عايزه اصلا. دي حقيقه. فالشركات فعلا في مصر، بس اعتقد دلوقتي الدنيا بدات تتحسن شويه. اه يعني الناس بدات تفهم اكتر المجال ده معناه اه ايه لا، من عشان قيمه سنتين لا الموضوع اختلف بصراحه. يعني برضو الكلام ده كان من بدري، من سنتين. اه اعتقد دلوقتي اه الدنيا بقت احسن لا، بكتير. الدنيا دلوقتي بقت احسن. حلو قوي. وخلي بالك يعني الاول كان الشركات الكبيره بس، مالتي ناشونال والبنوك امم بس هي اللي كانت بتبقى طالبه. كويس. دلوقتي اي شركه ستارت اب محتاجه داتا اناليست. امم الشركات دلوقتي الموضوع توسع قوي لكل الشركات، امم وبقوا somehow فاهمين ايه المطلوب منه. يعني مش لازم يبقى مطلوب كل التولز دي تبقى معايا، ما هو مفيش حد طبيعي هيبقى معاه كل التولز دي. صح. بس انا مثلا عندي سيستم وبشتغل على داتابيز، فانا عايز حد شاطر في السيكوال، امم مش عايز كل بقى التولز التانية، طب انا مش هشتغل بيها اصلا. صح. هي مشكله اتش ارز بصراحه، امم يعني ان الاتش ار بياخد ديسكريبشن هو بالظبط، برافو عليك. يحط. بياخد نفس الديسكربشن حتى لو شركته مش محتاجاه. يعني بالظبط ممكن تلاقي مثلا شركه عادي ستارت اب، انت محتاج ليه؟ محتاج سيكوال. بالظبط انت مش هتلاقي اصلا عندك حد ما عندكش داتابيز، فليه بالظبط كاتب سيكوال؟ بالظبط ليه كاتب تابلو؟ ما انت في بالظبط الاخر هتشتغل اكسل، باور بي اي. بالظبط فحتى بقول للناس عامه انه مش شرط كل الكلام اللي مكتوب يبقى انت هتشتغل بيه. بالظبط. بس الناس بتعمل كده، او الريكروترز بيعملوا كده لفكره ان هم مش فاهمين الجزء ده معناه ايه. مهم. او في ناس بتبقى محتاجه ان الشخص يكون عنده السكيلز دي عشان انا مستقبليا لو هحتاجها. احتجت ده احتاجها. بالظبط. يعني مثلا انت شركه ستارت اب كاتب ليه سيكوال، انا مش محتاجها. مم. بس محتاج الشخص اللي داخل يبقى عنده سيكوال. مهم. ليه؟ عشان لو احتجت اعمل داتابيز، احتجت اشتغل في ايوه، حاجه، هي امبلمنت اصلا الحاجه دي يبقى انت بعدين. عندك السكيل دي. بالظبط حلو قوي. طب اول شغلانه جات لك ازاي؟ اوكي. بص، هو انا كنت مظبطه اكونت لينكد ان كويس قوي، وده تقريبا دي اهم نصيحه لحد دلوقتي. انت اهم كل حاجه. حاجه بكلمك فيها لينكد ان. اهم حاجه امم بجد. حلو جدا. مع ان انت لو جيت اتكلمت بقى مع الناس هيقولك لينكد ان ده ملوش لازمه وعمري ما جالي منه شغل والكلام ده، بس اتليست انت صح. يعني يبقى في كونكشنز مع الناس في المجال، بتشوف شغلهم، بيشوفوا شغلك. بتظهر عند الناس، بتظهر. انا في مانجر قبل كده كلمتني، مم. مانجر ماسكه شركه وكانت عايزاني اشتغل معاها، ورحت وكنت تمام والدنيا تمام، بس هي كانت في حاجه بس تانية زياده عايزاها بعيده شويه عن التايتل بتاعي، فانا يعني كان في ميس اندرستاندنج ان انا مش هقدر اسبورت في الجزء مم. ده. بس هي المانجر هي اللي بنفسها دخلت كلمتني عشان شافت بروجكت ليه. حلو. فلا طبعا لينكد ان مهم جدا. مم. الانترنشيبس اللي انا اتقابلت فيها كانت من لينكد ان. مم. اي ريكروتر بيدخل على لينكد ان هو بالنسبه له ريكروتر ايه، انا عايزه مم. اشوف حد بيبذل مجهود على نفسه وعامل بروفايل كويس جدا حلو. وحاطط بروجكتس كويس جدا. لان انا برضو تكنيكال مش احسن حاجه كاتش ار، صح. مش عارف المجال اصلا، مم. بس عارف من البروفايل ان ده شخص بيبذل مجهود على نفسه. صح. بس حلو قوي. طيب والشغلانه جات لك من اول شغلانه اصلا فول تايم كانت فين؟ اول شغلانه فول تايم كانت في شركه بي دي او حلو. اللي انا فيها حاليا. يعني انا دلوقتي شغاله في بي دي او، شغاله كنت شغاله فريلانسنج، بس لسه مكمله الكلاينت اللي انا كنت شغاله معاه، هو ساعات بيطلب مني تاسكس حلو. فلسه معايا، وشغاله معاك بقى هنا حلو. في المكان. ودي بي او نفسها اه دخلتي الشركه ازاي؟ حد كلمني. اوكي، هو حد من على كلمني شاف لينكد ان. البروفايل بتاعي حلو. برضو، او دخلت كلمتني وقالت لي ان هي هما عايزين حد في الباور بي اي ديفلوبمنت في التايتل ده يعني. وبس قالت لي انت هتخلصي امتى البروجرام اي تي اي. انا كلمتني اصلا لو وانا انت في في اي اي تي تي اي اي اصلا. بالظبط. حلو. هتخلصي امتى؟ فقلت لها الموضوع بياخد كذا ولسه جراديويشن بروجكت. قبل الجراديويشن بروجكت كده رحت عملت الانترفيوز. والموضوع كان صعب برضو، برضو. يعني بروسيس الانترفيو كانت طويله شويه. كان الاول اتش ار انترفيو، كان الاول تيست مم. انجلش تيست، وبعد الانجلش تيست بيبقى خلي بالك، خدت بالك من حته الانجلش انجلش الانجليش انجلش في انجلش كل حاجه برضو. كل لسه حاجه كنت اقول لك عليه دلوقتي. كل حاجه. مم. كل الانترفيوز تقريبا اللي دخلتها بالذات الشركات الكبيره مم. انت لازم تكون انجلش بيرفكت، مليون في المية. لازم. فكان البروسيس كانت انجلش تيست الاول، بعد كده اتش ار تيست، يعني او اتش ار انترفيو عادي مم. بس بيسالني يعني اسئله هعمل ايه لو حصل كذا، هعمل ايه لو حصل كذا. وبعد كده تكنيكال انترفيو كان سالني في كل حاجه تقريبا خدتها في اي تي اي، يعني سيكوال، باور بي اي، مم. واكسل وكل بقى التولز التانية. حلو. بس خلصت، وانا بعد ما اتخرجت من اي تي اي اتخرجت في شهر 9 بالظبط، 1/9.
نزلت الشغل 10/9 حلو قوي. بس. طيب واللي كلمك على لينكدين، هل مثلا السي في كان ليه حاجه في الموضوع، ولا بس هو جاست ان انا شفت البروفايل بتاعك، ولا مثلا يعني برضه احكي لي عن السي في. امم السي في كنت مظبطاه مثلا، اه ولا مثلا ايه المعايير اللي بناخد بالنا منها في السي في، اوكي. هكذا. انا من شهر 9 لحد شهر 9 سنة كاملة تقريبا بعدل في السي في. سنه كامله. سنة كاملة. حلو. سنة كاملة بشوف فيرجنز. سنة كاملة كل شوية اشوف مثلا حد عامل سي في على لينكد ان، اروح مم. اشوف هو كاتب ايه. مم. حد في نفس المجال برضو حاطط ايه زيادة، انا مش حاطاها عندي، حاطط ايه بالتفصيل انا كويس. حطاها مش بالتفصيل. العكس بقى صحيح، مم. انا حاطه حاجات زيادة المفروض اشيلها. فانا كنت طول السنة دي بعدل في السي في بتاعي. كويس. حلو قوي. فطبعا السي في ليه قولي لي او قولي لنا احسن نسخه وصلت لها، عشان برضه لو حد بيشوفنا، احسن حاجه وايه اللي اخد بالي منه مثلا في السي في. مثلا هقول لك ان هو يبقى فورمال قوي. كويس. يعني ما يبقاش فيه بقى صور مثلا. ايكونز اوكي. ايكونز او صوره شخصيه او اي حاجه. مهم. وان يبقى فيه بالظبط الحاجه اللي انت بتشتغلها او الحاجه اللي انت اوريدي اشتغلتها اللي عندك كويس. اكسبيرينس فيها. مم. تبعد تماما عن اي شغل بره المجال. مم. يعني لو انت بتشتغل حاجه قديمه ما تحطهاش، كويس. هي حاجه مش ريليتد اصلا يعني بالمجال. مثلا لو انا مهندس مثلا ميكانيكا اي حاجه، لا وبقدم على لا بعمل شيفت كارير او بوزيشن، ما مش اكتبهاش. حلو. لان في فلتره اصلا بتحصل في الشركات انه مم. دي حاجه بره المجال. في اول ما يقرا الحاجه دي هو اوكي. هيريجكت اصلا. انت هتلاقي ريجكشن جاي لك على مم. الميل تتخض. وهو الموضوع كله في السي في. مم. ف... فبس يعني. طيب لو انا تخصص معين مثلا خريج حقوق مثلا، هل ممكن اترفض بسبب لا لسه خالص. فريش جرادويتد؟ بص، مجال الداتا بجد ما بيعتمدش على دومين معين. لان داخل في كل حاجه. اوكي. يعني داخل في المجال الطبي، داخل في المجال الهندسي، داخل في المجال الحسابات، مم. داخل في كل حاجه. مم. ف... فاي حد هيتخرج من اي كليه هو يقدر يفيد خالص في مجال مم. الداتا. اعتقد برضو تاكيدا على الموضوع ده، انت اصلا خريج تجاره، بالظبط. فالموضوع مش بالظبط. مرتبط باي. واشتغلت يعني اشتغلت في 3 اماكن. مم. ف... فلا هو الموضوع عايز ان انت تبقى عارف تولز مم. والمايند سيت بتاعتك. وكمان انت قادر تفهم الداتا. مم. يعني هقول لك على حاجه. اللي خريج مثلا مجال طبي هو ليه ميزه عن اي حد تاني. ان كويس. هو يشتغل في مستشفى داتا اناليست في مستشفى. حلو. لان هو لو قرا الداتا هيفهمها عني. مم. انا ما اعرفش اي حاجه عن المجال الطبي. ماليش علاقه بالادويه والاسامي الكبيره دي بتاعه الادويه. انا مش مم. عارفه اقراها او مش عارفه افهمها. ممكن اعرف افهمها بس هتبقى صعبه قوي عليا. حلو. فانا اوريدي اشتغلت على بروجكت في المجال الطبي وكان الموضوع صعب جدا. طبيعي. فلا مثلا لو حد خريج صيدله مم. وعايز شيفت كارير لمجال الداتا، هو ليه ميزه كبيره بسيط جدا جدا. جدا. يشتغل مم. في شركه ادويه في مجال الداتا. وعنده عنده الميزه بتاعت ان هو فاهم الداتا كويس جدا. وفي نفس الوقت فاهم تكنيكال. مم. بس. حلو. ماشي. يبقى كده السي في مثلا اتكلمنا عن ان احنا يبقى فورمال، مهم. ما نحطش صوره، يس. يبقى ريليتد بالحاجه اللي احنا بنقدم عليها. مهم. ايه تاني مثلا؟ وما يبقاش فيه تفاصيل كتير جدا. انا مثلا كويس. عامله بروجكت مش هكتب 4 لاينز عن البروجكت ده. حلو. يعني كده كده انا بعمل البروجكت برفعه على جيت هاب. كويس. يعني جيت هاب مهم جدا جدا في المجال. لان بتبقى حاطط فيه داتا وريسورسز والكلام كل حاجه خاصه بالبروجكت. مهم. فكل التفاصيل جوه البروجكت يعني. مم. فان انا اكتب حاجات كتير جدا دي مالهاش لازمه. وبعدين الفلتره بتاعت ان الاتش ار بيشوف السي في. هو دايما بيقولوا نصايح ان انت تعمل 1 بيج او 2 اتليست يعني. فمش عايزين حاجه اكتر من كده. مم. عشان الاتش ار بيشوف كام سي في اليوم. بالظبط. فانت بتتكلم في وخاصه ايه؟ كجونيور او واحد لسه بادئ، ليه تعمل سي في 3 4 صفحات؟ انت هتحط فيه ايه؟ بالظبط مم. بالظبط. حلو الا لو قوي. انت بقى شغال على بروجكتس كتير جدا وكلها مهمه ومحتاج انها تتشاف. دي حلو. الحاله الوحيده. حلو قوي. طيب بس. قولي لي مثلا الاستراكشر بتاع السي في، احسن استراكشر يعني مثلا احط ايه؟ احط مثلا سامري وبروجكتس مثلا واكسبيرينس. طب انا لو ما عنديش اكسبيرينس وانا لسه بادئ، طب اعمل ايه مثلا؟ هو الموضوع محتاج ترتيب. يعني انت كويس. في الاول بروفايل حاجه بسيطه كده عنك باختصار. انت متخرج من ايه، مثلا قعدت قد ايه في المجال او ايا كان. يعني حاجه تفصيليه كده بسيطه فاهم. عنك. بعد كده الاديوكيشن او الاكسبيرينس. لو انت عندك اكسبيرينس بدات اوريدي في المجال هتحط الاكسبيرينس بتاعتك. كويس. بروفيشنال اكسبيرينس. بدأت في المجال يعني اشتغلت ولا عملت اه مشاريع؟ لا اشتغلت. اشتغلت يعني اه اكسبيرينس اكسبيرينس شغل. لازم يكون شغل. ما حلو. عندكش ما تحطهاش. اوكي. بس بعد الاكسبيرينس هنيجي بقى للبروجكتس. لان البروجكتس هنا بتساوي بالظبط الاكسبيرينس. حلو. بالذات في مجال الداتا انت مم. شغلك كله عباره عن بروجكتس. مشاريع. انا بالنسبه لي هو ده شغلك اصلا. انت ممكن ما تبقاش شغال بس انت عامل مشاريع قويه جدا. فخلاص ده كفايه.
كده انت بالنسبه لي مهيأ ان انت تشتغل مع التول دي. مهم. فبعد الاكسبيرينس هيجي البروجكتس، بعد البروجكتس هيجي الاديوكيشن. مم. انت تكتب الاديوكيشن بتاعك، الجامعه والكوميوليتيف جريد، وبعد كده الكورسز بقى والسيرتيفيكيتس اللي انت خدتها باللينك مم. بتاعها. يعني انا برضو عندي في السي في بتاعي حاطه كل حاجه بشكل مفصل عشان ما اوكي. حدش يتوه. مم. انت عندك السيرتيفيكيت باللينك بتاعها باسم، بالديتس، مم. كل حاجه انت عايز تعرفها موجوده. مم. بس هسألك سؤال ممكن يجي في بال حد، ازاي احط السيرتيفيكيت باللينك؟ يعني السيرتيفيكيت دي ممكن اي سيرتيفيكيت بتخلصها اوكي. بيطلع لها زي لينك بتعمله، بتحطه في اي بس ده سي مش في. في كل الاماكن. يعني ازاي؟ مثلا ممكن انا مثلا لو باخد كورس اونلاين مثلا من كورسيرا من ده، اوكي ممكن يبقى ليه مثلا لينك معين. لو خدت كورس اوفلاين مثلا، لا خدت كورس مش ملوش لينك، مش هينفع. ما هو فممكن الكلام ده مثلا للاونلاين بس. ممكن مثلا انزلها على لينكدين ممكن واحط اللينك وتحط اللينك هكذا. بالظبط. حلو. المهم ان انت يعني يبقى فيه ريفرنس، انت اوكي. في حاجه هيدوس عليها هيوصل لها. هشوفها. لان مش دايما الناس بتكتب حاجه حقيقيه. بالظبط. ممكن يكتب ان انا واخد 10 كورسات بس انا هقول لك مش كده، واخد اي حاجه من دي اصلا. المصداقيه برضو حتى في اه المشاريع تحط اللينك عشان اتاكد انك عملت المشروع ده. بالظبط. بالظبط. حلو قوي. فانا موفره عليك كل حاجه في السي في، انا كاتبه لك كل المصادر اهي، مم. ادخل على اللينك هتلاقي كل حاجه باسم يعني. حلو. بس واخر حاجه في السي في بقى بتبقى ايه؟ سكيلز بقى، يعني تكنيكال سكيلز او سوفت سكيلز. مم. بس يعني لو حد بيجنر لسه السي في بتاعه فاضي شويه مم. ممكن يقاد الحاجات دي ان هو يعرف في التولز دي. لو حد اوريدي خلاص شغال في المجال، حط مم. الحاجات بس اللي انت اشتغلتها، البروجكتس، سيرتيفيكيتس، وخلاص مم. دي هتغنيك عن اي حاجه تانية مم. زياده يعني. حلو قوي. بس طب لو عملت الكلام اللي انت قلتيه ده مثلا، هل مثلا السي في بتاعي هيبقى اي تي اس فريندلي ولا الموضوع امم هو طبعا هي يعني فكرة ان انت بدل ما حطيت صورة شخصية، وبدل ما انت كاتب كلام كتير جدا وحاطط شغل ملوش علاقة بالمجال، كل ده سبب الريجكشنز يعني اصلا. دي كلها حاجات اصلا بتخلي بالظبط ان هم السي في بتاعي يكسكلود. ريجكت؟ بالظبط. حلو قوي. طيب وماشي، عايز احكي لك هسألك سؤالين. مم. اول سؤال هو لينكدين، مم. من كل كلامك بتقولي احنا ازاي ظبطته تظبيطه دي معناها ايه؟ مم. هل مثلا بعمل حاجه معينه؟ هل بنزل بوست؟ هل مثلا ماشي. ماشي. وبعد كده هنيجي عايزك تحكي لي عن يوم محلل البيانات. يعني يومك في الشغل بتعملي ايه؟ تروحي اوكي. الشغل الصبح صباح الخير بنعمل ايه؟ مم. فتعالي نتكلم عن لينكدين اول عشان نكون خلصناه وخلصنا اوكي. حته السي في، وبعد كده نشوف الجزء بتاع محلل البيانات. يلا اعمل ايه بقى في لينكدين؟ اظبطه ازاي؟ ده قصة طويلة مم. جدا. بص، اكونت لينكد ان بتاعي انا كان نفسي اخد سكرين شوت والله ليه. كان 45 كونكشن. نحط اللينك بتاعه ماشي. 45 من كونكشن. زمان. اوكي. بالظبط، ده الاول مم. بيفور اند افتر. حلو. كان 45 كونكشن وكان سيء جدا، وكنت حاطه صوره شخصيه والدنيا كانت بايظه خالص. مم. فانا اكونت لينكد ان، بص انا في الاول قلت لك ايه، انا قعدت شهر بسيرش، والشهر بقى التاني لاكونت لينكد ان بس. اوكي. شهر كامل بظبط في اكونت لينكد ان. ازاي؟ كنت بديله من وقتي بالظبط ساعتين كل يوم. جميل. يعني انا كنت مظبطها يومي ان انا مثلا هذاكر 4 ساعات، لينكد ان ساعتين، كويس. ساعتين تانيين بقدم فيها على شغل او بدور في الشركات ايه اللي طالباها وكده. حلو. فلينكد ان كنت بديله ساعتين ان انا ادخل بروفايلز الناس اللي في المجال كويس. واعمل لها كونكت. حلو. كل يوم ساعتين كده مم. لحد ما كنت بتبلك. من كتر باخد بلوك. لينكدين بيوقفك لو بالظبط. كفايه ايه؟ ايوه كفايه بالظبط. كفايه. حتى كان كل شويه يجيلي بلوك، وانت مثلا تقعد اسبوع ما تبعتش لحد مم. وارجع تاني. حلو. الموضوع عايز عند مم. عايز عند بحت مم. يعني. فبس لحد بقى ما وصلت لان انا خلاص يعني بقى عندي كونكشنز كويسه في المجال تقدر تعرفني الابديتس بتاعت كل حاجه، مم. ان مثلا في تول جديده، في حاجه جديده في الفيرجن دي. يعني كنت بتستخدمي لينكدين بتتعلمي من خلاله؟ جدا. صح؟ كويس قوي. على فكره انا وقتها كنت قافله كل السوشيال ميديا وكنت سايبه لينكد ان بس. مم. كنت لينكد ان ده بالنسبه لي فيسبوك. تخيل تسكرول على لينكد ان، يعني حاجه صعبه جدا. نهار ابيض. نهار ابيض. فالموضوع صعب حاسس ان جدا. انت بعيد قوي. بعيد قوي. انت مهما انت مش موجود. انت بص انت ولا حاجه. انت بالظبط لايك اعمل ريبوست واتكل على الله. جدا. وبعدين كل مره تدخل تحس ان انت حسالة. يعني لازم ابدا. انت ولا حاجه في المجال. كان لازم اتعلم من وانا بالظبط، ان انا سنتين. بيبي. ايه كل الانجازات دي؟ ايه حلو. كل الكفايه؟ ماشي. فهو عايز تديله وقت، انفست فيه وقت جدا عشان يبقى كويس. حلو قوي. طيب هل مثلا كنت بتعملي عليه مثلا بيرسونال براندنج ولا بس مجرد انك هقول لك. انا في الاول قعدت اعمل كونكت كتير للناس اللي في المجال. جميل. بحيث ان انا افهم هم طريقه البوستس بتاعتهم بينزلوا ازاي الطريقه كويس. عشان ابقى بروفيشنال كفايه. البروجكتس بيحطوها ازاي في السكشنز بتاعت بروجكت والسيرتيفيكيتس والكلام ده. ظبطت الاكونت
كويس جدا وخليته بروفيشنال. بدات بعد كده بعد ما خلصت البروجرامز بتاعت الانترنشيبس اللي دخلتها بدات انزل بروجكتس على لينكدين. حلو فبروجكت في التاني الناس كانت بتسبورت بصراحه قوي قوي يعني في كويس. المجال. يعني دي احسن حاجه بجد في لينكد ان كونكشنز، ان هم بيسبورتوا فعلا حد لسه بادئ في المجال بيقعدوا يشجعوه. فالموضوع كان مشجعني قوي بصراحه. حلو جدا. انزل بقى البروجكت اللي انا اشتغلت عليه فيديو مره صور، مره انزل دوكيومنت، مره انزل حاجات مختلفه. حلو جدا. بس والناس تريبوست والناس تعمل لايكس فاظهر لناس تانية فالناس تبعت لي كونكت كده يعني. حلو قوي. بس طيب تعالي بقى ندخل في الحته بتاعت يومك في الشغل. اوكي. الداتا اناليست اللي بيشتغل في شركه بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه. كنت مستني الاجابه دي والله العظيم دي اكتر اجابه حقيقيه في مصر في الواقع اللي حرفيا احنا فيه. بيعمل كل حاجه. بيعمل بيسبورت في احنا اي ممكن حته. نعمل شاي وقهوه وانا داخل بالظبط المانجر كده. تعالى. قهوجي لحد ما نجيب قهوجي. ماشي خلينا نتكلم في يوم. بص مبدئيا كده انت بتشتغل على الداتا لايف سايكل. الداتا لايف سايكل ازاي؟ بان انا بكولكت داتا، بجيب داتا سواء بقى ايا كان السورس بتاعها، اكسل فايلز، سي اس في حلو. فايلز، كل حاجه. بصي تعالي ناخد بالتفصيل. مثلا ماشي انا عندي بروجكت بكولكت داتا، مين بيقول لي اعمل لها كولكت؟ كلاينت. انا بتعامل مع كلاينت. جميل. حلو. او على حسب الشركه انت شغال فيها. بس انا في الشركه بتاعتي احنا مين اللي بنقدم سيرفيس للداتا، كويس. فبنتعامل مع كلاينتس. فبطلب من الكلاينتس حاجات معينه فيلد ريكوايرد. انا دلوقتي محتاجه كولومز معينه عشان اطلع لك الميجرز المعينه. حلو. فكل الكلام ده بنبعت ميل ونستنى الكلاينت يرد علينا. الكلاينت رد علينا الداتا تمام ولا لا. تمام. دي اول ستيب من الداتا انست، ان هو يتشيك الداتا اللي معاه تمام ولا لا، فاليد ان هو يشتغل عليها ولا لا. بعد كده خلاص الداتا فاليد، نبدا بقى البروسيس بتاعتنا. حلو. كليننج، ترانسفورميشن. بعد كده ندخل بقى نشوف الفايلز دي اصلا محتاجه ميرجنج، محتاجه الحاجات بقى التكنيكال، ان انت عايز تظبط الداتا تبقى وان سورس فاليد تشتغل عليه. كويس. بس بعد كده بقى ايه الاناليسيس بتاعتك كلها. حلو. اي حاجه المانجر طالبها، الستيك هولدرز عندك في الشركه، الكلاينت طالب منك حاجات معينه تجاوب عليها. كل كيس يعني لوحدها. حلو قوي. كل كلاينت بتتعامل معاه حاله خاصه. حلو قوي. بس فانت كل يوم بتقابل حاجات جديده. كويس. طب هسألك سؤال. هل مثلا ممكن اكون قاعد في يوم في الشركه ما بعملش حاجه؟ هو انت مش هتعمل حاجه، بس انت مثلا هتحتاج زميلك هيحتاج سبورت في الاكسل في تول معينه انت الوحيد اللي هتعرف تسبورت فيها فتقوم معاه. حلو. يعني قصدي ان انا مثلا مش كل يوم في الشركه بشتغل، مش كل يوم مثلا بعمل حاجه. يعني ممكن مثلا اعمل ريبورت، او مش كل يوم بعمل داشبورد معين. ممكن مثلا افضل في ريبورت او في داشبورد فتره. دي حقيقه. صح. مش لازم افضل في نفس الحاجه. محدش بيعمل داشبوردز كل يوم اصلا. الداشبورد بيبقى مثلا على كوارتر، على مانثلي. فانت مش كل يوم بتجنريت داشبوردز يعني. بس انت كل يوم بتقابل مشاكل جديده. حلو. بس لكن مش كل يوم بتشتغل على بروجكت يعني. طب قولي لي مثلا اكتر بروجكت كان صعب بالنسبه لك، او حسيتي ان هو خد منك هيدك ولما خلص حسيتي بانجاز كبير ان انا عملته في الشركه؟ اوكي. بص هقولك اصعب بروجكت، اكتر مثلا حجم بيانات اشتغلتي عليه مثلا. بليونز. احنا بنشتغل حلو. احنا بنشتغل مع فاينانشال داتا. معظم الكلاينتس بتوعنا بنوك وشركات انشورنس. فكل البنوك انت عارف البنوك الداتا بتاعتها قد ايه. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا، لان انت عمرك ما هتاخد بالك من المشكله في وسط الروز. بالظبط. المشكله بتطلع لك بعد ما انت خلصت. تيجي تتفاجئ بقى ان في مثلا بلانكس، ولا في مشكله مثلا او في كده الاماونت مش مظبوطه، في ارقام مش مظبوطه. فدي البنوك بتبقى الداتا بتاعتها رخمه جدا. حلو قوي. صعبه. طيب وبتشتغلي بقى عليها ازاي؟ باي تول مثلا؟ احنا بنشتغل على تولز كتيره يعني. هو على حسب الكيس او على حسب الداتا. لو داتا صغيره مثلا الموضوع بياخد مننا حاجه بسيطه مثلا اكسل، باور بي اي. وبنشتغل على سوفت وير اسمه ايديا. ايديا ده سوفت وير في بنوك بتشتغل بيه. وفي الهنود برضو بيشتغلوا على ايديا ده. وباور بي اي واكسل. ساعات بقى الداتا بتبقى كبيره جدا فبنحتاج ان احنا نعمل كليننج وترانسفورميشن على نوت باد بلس بلس. اوكي. بس بنفتحه بقى نوت باد بلس بلس ونعمل كليننج بتاعنا ونكمل بقيه البروسيس بتاعتنا على التولز الثانيه. حلو قوي. طب قولي لي البليونز اوف داتا دي انت بتاخديها ازاي اصلا من الكلاينت؟ حاسس بقى معاك انترفيو. حصل والله. حاسس بعمل انترفيو. ايوه. بتجيبيها ازاي؟ فلاشه.
نروح الكلاينت يدينا أكيد الداتا لا. على فلاشه. اكيد مش والله فلاشه. الموضوع بيبقى كبير جدا، يا اما بيحطها على البورتال بتاع الشركه، مم. يا اما بقى بفلاشه لو الداتا ضخمه طبعا. لكن يعني لو تعالي داتا نتكلم في بليونز اوف داتا زي ما انت قلتي. بالظبط، يا طب اما وايه بتتحط الفلاشه على حجمها بورتال. منين؟ حجم الفلاشه دي ممكن ما انا اقول لك، يا اما بتتحط على البورتال بتاع الشركه بتاعتنا، مم. بتترفع عندنا، اوكي. يا اما بتتشال على فلاشه وبنروح للكلاينت مكان الكلاينت عادي، البنك مثلا او كده، حد بيروح يجيب لنا الفلاشه ونشتغل عليها. اوكي. بس حلو. او بقى لو الداتا صغيره بتبقى في اكسل فايلز، سي اس مم. في فايلز عادي يعني. حلو قوي. مم. ماشي. وبعد مثلا ما بتخلصي البروجكت، هل بتكوني مثلا مسؤولة عن ريبورتنج معين، مسؤولة عن برزنتيشن معينة، ولا جاست الداتا اناليست هو بيعمل المشروع وشكرا على كده؟ هو انا لو المانجر طالب مني اسئله معينه المفروض اعرضها، اوكي. بعمل طبعا ريبورت. يعني برزنتيشن سكيلز مهمة. طبعا. طب هل بتعرضي ده يعني يلا ميتنج مثلا زي ما احنا قاعدين كده بنتكلم، ولا خد على الميل، ولا لا خد؟ ده البرزنتيشن سكيلز مهمه جدا مم. جدا، لان انت او انا كمان معظم المانجرز اللي اشتغلت معاهم اللي بعرض لهم الداتا هم مش اوير قوي بالتولز، مم. فانا لازم اوصل له المعلومه باسهل وابسط طريقه ممكنه، حلو من قوي. غير تعقيدات، من غير فزلكه خالص في الريبورت. مم. لا الموضوع يكون بسيط وسيمبل جدا، واشرح له دي معناها ايه ودي معناها ايه. فلا بيبقى فيه تشالنجينج جدا في حته ان انت توصل لحد نون تكنيكال حاجه تكنيكال. مم. فبس. حلو جدا. فالموضوع بس مش جاست ان هو حاجات تكنيكاليتي واشتغل لا طبعا مم. ولا حلو جدا. وبتعرضها قدامه، يعني انت بتقعد معاه وتعرض له مم. الريبورت وتقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا. طب ما مم. تبعتش حاجه على الميل، كويس. تعرض قدامهم كلهم وتتكلم معاهم، ودي ليه هنا ودي ليه هنا وكده. دي نقطة مهمة جدا. مم. حلو قوي. طيب خليني اسألك برضو على اصعب بروجكت او اكتر بروجكت حسيتي ان فيه شغل وقعدتي فيه كتير وحسيتي بانجاز لما عملتي البروجكت ده. اوكي، هما تو بروجكتس حلو. بصراحه. اول بروجكت عشان هو التشالنج اللي كان فيه ان الداتا بالنسبه لي اول مره اتعامل مع داتا مجال طبي، فكانت صعبه جدا جدا. فكره حلو. ان انت محتاج تفهم كل كلام، محتاج تفهم الكلام الطبي، فان انت ترانسليت حاجه دي لحاجه اصلا مم. بعيد خالص عن حلو. المجال الطبي صعب. مم. فالبروجكت ده بصراحه كان اكتر حاجه صعبه. والتاني كان البروجكت اللي اشتغلت فيه مع الكلاينت اللي هو من السعوديه. اوكي. ليه بقى؟ الداتا ما كانتش ميسي، الداتا كانت صعبه جدا مم. جدا. الداتا كانت بايظه وفورماتنج وكل حاجه داخله في التانية، والكولمز داخله في بعض وميرجنج سيلز وحاجه صعبه بجد. مم. فكان فتره الكليننج خدت وقت طويل جدا عشان اخلي الداتا اصلا مهيئه ان انا اعمل عليها اناليسيس واجاوب على الاسئله بتاعت حلو. الكلاينت. ده كان في اي بزنس؟ الدومين التاني اللي هو الكلاينت بتاع السعودية. لا كان اتش ار، كانت كان اتش ار HR. داتا. حلو قوي. اتش ار. طيب خليني اسالك على حاجه برضو. اوكي. هو احنا مثلا لما نيجي نشتغل مع اي كلاينت مهم. از فريلانسنج بروجكت، او مثلا حتى في الشغل بتاعنا لما نيجي نشتغل مع اي شركه، مم. هو احنا بيكون متحدد لنا حاجه معينه بنعملها، ولا جاست ان هو بيقول لي خدي الداتا وانا بتعامل، ولا ممكن يحصل الاثنين مثلا؟ هو معظم الوقت الكلاينتس كفريلانسنج يعني هو حرفيا جايبك عشان انت تعمل له كل حاجه. اوكي. فهو مش فاهم، او هو حلو. مش عارف بالظبط ايه اللي هو عايزه. بس ممكن يبقى على حسب الكلاينت، ممكن كلاينت جاي من شركه فهو في اسئله معينه عايزك تجاوب عليها مم. بيزد اون الداتا دي. مم. في كلاينت تاني دي داتا عنده وعايز يستفاد بيها، فخد وانت تعامل انت بكل حاجه. كويس. حلو قوي. استخدم التول اللي انت عايزها، مم. طلع الاناليسيس او الميجرز اللي انت عايزها، بس في الاخر انا عايز فاينل برودكت كويس او حلو ريزلت أوي. كويس مم. بس. يعني انا ممكن اتحط في تو سيتويشنز، ان انا ممكن يبقى يجي لي الداتا وانت تتعامل بقى، انا مثلا عايز اعرف حاجه معينه، مبيعات مثلا، عايز اظبط الداتا، فانت لازم تتعامل كداتا اناليست. بالظبط. حلو. مم. والحاجه الثانيه ان انا ممكن يطلب مني مثلا تاسكات معينه، حاجات معينه انا بعملها وبشتغل بيها. بالظبط. حلو قوي. طب في سوق العمل مم. ايه الاكتر؟ ايه الاكتر؟ لا الاكتر ان انت بيبقى مطلوب منك اسئله معينه مم. ولازم تجاوب عليها. تاسكات معينه. انت حلو عايز تضيف اناليسس من عندك او مم. حاجات تانية هتفيد الشركه اللي انت فيها، دي حاجه مم. كويسه من عندك، ميزه يعني. حلو جدا. بس مش الدارج ان انت بيسيبوك كده تتعامل ان انت تطلع الحاجات اللي انت عايزها فقط. حلو لا قوي. بيبقى في اسئله وانت بتجاوب عليها. كويس قوي. طيب حلو جدا. بمناسبه سوق العمل، بما ان احنا اتكلمنا عن سوق العمل، اوكي. تعالي مثلا نتكلم مع بعض عن المراحل اللي انا مثلا كواحد هقدر ادخل سوق العمل من خلالها. فمثلا عايز اعرف منك، او اي حد مثلا هيبقى عايز يعرف مم. ازاي الاقي اول وظيفه مم. كمحلل بيانات مثلا جونيور، ما عنديش مثلا اكسبيرينس، ما عنديش خبره في حاجه معينه، ما مم. اشتغلتش قبل كده. مم.
بس انا واحد بجتهد وشاطر وبتعلم وبماركت لنفسي، وطبعا الحاجات اللي اتكلمنا فيها كلها لينكدين وكل الكلام ده مم. بهتم بيه وبسعى في البروسيس دي كلها. مم. ازاي الاقي اول وظيفه؟ اعمل ايه؟ ادور فين؟ طب لو ما اتقبلتش اعرف ان المشكله فين؟ طب مم. بقدم كتير، ناس كتير تقول لك انا بقدم كتير على وظيفه ما بيجيليش انترفيو، مم. فالمشكله ممكن تكون فين؟ ممكن تقولي لنا برضه. بص، هو الموضوع ده ملهوش عصايه سحريه. حلو. يعني ما اقدرش اقول لك اعمل كذا فلما تعمل كذا انت خلاص هيجي لك كذا. كويس. بس انت بتعمل على قد ما تقدر من كل الجوانب كل حاجه عليك، عشان وانس ان انت جالك انترفيو او وانس ان انت دخلت في حاجه انت مم. عملت اللي عليك كويس. من كل حاجه، حلو. سواء تكنيكال وايز او سوفت سكيلز. يعني في جوانب كتير قوي. مم. يعني مثلا جزء اللي من قبل ما يجيلك انترفيو اصلا اوكي. السي في لو مش متظبط فانت مش هتدخل بروسس انترفيو اصلا. مم. طيب انا دخلت انترفيو، انا لو مش جاهز سواء تكنيكال او سوفت سكيلز، مش قادر ان انا اتكلم او مش قادر ان انا اتعامل مع اتش ار او مش مم. قادر اتعامل مع مانجرز او ادخل البروسيس اصلا لوحدها، هيجي لك ريجكت. مم. لو انا تكنيكال، ومش شرط تكنيكال على فكره، ان انت يعني انت ممكن تبقى تكنيكال كويس جدا في سيكوال، بس هو الشركه دي مش بتشتغل بسيكوال، مم. ما شغاله مثلا باور بي اي بس انت مش احسن حاجه باور بي اي، فانت ساعتها هتترجم. مم. ففي حاجات كتير قوي، في جانب كتير قوي، جانب تكنيكال، جانب سوفت سكيل، الجانب بتاع البرزنتيشن في المجال ده بالذات مهم. مم. فكره انت تقدر تتكلم، بتعرف تتكلم، بتعرف توصل المعلومه، بتعرف كلامك يبقى واضح، دي حته مهمه جدا. مم. ففي جوانب كتير قوي. مم. بس انت المفروض تظبط كل الجوانب دي. لينكد ان، البورتفوليو بتاعك، شكلك، البراندنج بتاعك برضو كاسم، التكنيكال بقى، جزء التكنيكال ان انت مم. تبقى اوير بكل التولز اللي هي خاصه بالمجال، اوير بالتولز اللي انت رايح تقدم عليها. يعني انا مثلا جالي انترفيو في شركه معينه، لازم اقرا الديسكربشن، لازم ابعت للاتش ار يبعت لي الجوب ديسكربشن بتاع الشركه مم. عشان اعرف بالظبط هم عايزين ايه، حلو جدا. واذاكر واجهز للحاجه اللي هم عايزينها بالظبط قبل ما اروح الانترفيو. مم. طيب نفرض انا دخلت، وده وارد وبيحصل كتير جدا، دخلت البروسيس كلها اتش ار وتكنيكال ومانجيريال كل حاجه، كويس جدا. وفي الاخر ما اتقبلتش، حلو. جالي ريجكت، عادي هيجي لك كتير جدا. لازم تبقى تنح، مم. لازم يجي لك تناحه طبعا الريجكشن، لازم يجي لك تناحه الريجكشن، مم. عشان انت لو ما جالكش هتحبط. مم. انت هتدخل سكه 20 30 انترفيو، وال30 20 انترفيو مش لازم تكمل البروسيس، ممكن مم. تترجك من الاول، مم. ممكن تكمل للاخر كل البروسيس والبروسيس تبقى تقيله وفي الاخر ريجكتد. مم. ده مش معناه ان انت سيء، ده معناه ان في حد مثلا في افضليه زياده، ممكن تبقى حاجه ملهاش علاقه بالمجال. حلو. ممكن حد يكون بيشتغل بجافا كويس. مثلا، هم بالنسبه لهم ده عنده ميزه اكتر، مم. فخلينا ناخد ده عنده حلو. سكيلز اكتر، مع مم. ان هي حاجه ملهاش علاقه بالمجال، بس مم. الشركات بتعمل كده. مم. ممكن حاجه تانية، سبب تاني، ان هو الجوب بقت اون هولد، كويس. وقفوا اصلا مم. هايرنج، وقفوا اصلا. وقفوا مم. اصلا هايرنج. وبعدين الشركات في مصر بتطول جدا في الهايرنج بروسيس، مم. فانت ممكن تقعد سكه اكتر من 3 شهور ما حدش بيرد عليك اصلا مم. عشان تدخل الستيب اللي بعدها. مم. فكل ده وارد، لازم تجهز له، مم. لازم تبقى جاهز نفسيا لحاجه زي كده، حلو جدا. تفضل مكمل لحد ما هي كده كده هتيجي. مم. جت بقى مش حلوه قوي، جت حلوه قوي، كده كده هتيجي، بس لازم يبقى عندك اللي هو الروح العنيده دي. اوكي. حلو جدا. بس يعني مثلا عشان ابقى جاهز للموضوع محتاج مثلا ان انا اهتم بلينكدين، اهتم بالسي في بتاعي، اعمل مشاريع كويسه، وابدا اقدم. طيب هسالك سؤال وممكن مثلا نفكر فيه مع بعض. انا مثلا ممكن اقدم على وظيفه مم. يجي لي ريجكت، مم. فاعرف ان انا اترجكت، مم. اعرف ان انا اترفضت، هو قال لي انت مرفوض مم. لسبب 1 2 3 4 5، حتى لو ما قالش السبب، طالما الشخص او الاتش ار او الشركه دي قالت لي ان انت اترفضت، مم. فانا ممكن اكونكت مع اقول انا اترفضت ليه. مم. انا بقدم ما بيجيش رد، مم. محدش بيرد عليا. مم. تفتكري ده ممكن يكون بسبب ايه؟ هو إن- سؤال واسع قوي، ممكن ما نعرفش نلاقي له اجابه مم. واحده، بس مثلا ناس كتير عادي بتقدم يقول لك انا بقدم، وفي ناس كتير كده انا بقدم على وظائف كتيره جدا مم. ما بيجيليش رد. ممكن يكون مثلا بسبب السن، مثلا ممكن يكون مثلا بسبب اكسبيرينس معينه، ليفل، ولا بسبب ايه مثلا؟ ما بيجيلكش ريجكشن اصلا محدش خالص، بيرد عليا. مفيش اي حاجه. ماشي، هو في اكتر من سبب. اوكي. في شركات اصلا بتريبوست طول الوقت الجوبز وخلاص، اوكي. مع ان هي اوريدي مش محتاجه مثلا حد في البوزيشن ده، او جابت حد عن طريق ريكومنديشن او كده حلو. وخلاص، بس بتريبوست كل شويه الجوب دي، مم. ومحدش بيجي ومحدش بيتقبل ومحدش مم. بيترد عليه. مم. ده مثلا كيس، فهي برضو حاجه ملهاش علاقه بيك. مم. في كيس تانية ان انت ممكن تبقى ريليتد شويه، ان انت بعيد شويه عن المجال، ان في سي فيز وفي ناس كتير قوي مقدمه. يعني دلوقتي المجال غير من سنتين، طبعا.
دلوقتي انت طبعا اقل جوب على لينكد ان بتنزل هتلاقي في 1 اور مور ذان كتير جدا. 100 مور ذان 100 حد مقدم، مم. وشويه بتوصل 500. مم. ففي اعداد، فانت عشان كل الاعداد دي تتشاف الموضوع محتاج شهور، مم. او في الاخر هيشوفوا 2 3 وخلاص هم سيلكتد، والباقي خلاص مش مم. هنبص عليه اصلا، مش هنرجيكوا اصلا. مم. في اسباب مم. كتير. وحوار الايزي ابلاي كمان اللي في لينكد ان، انت ممكن تعمل ايزي ابلاي ياخدوا سبميت وشكرا. بالظبط فالموضوع بيبقى اللي مم. هو بحس ان شركات كتير ممكن تبقى بتلم مثلا داتا بالظبط بتفايرل، اللي هو جو فايرل مثلا. انت بالظبط قلت سبب حلو جدا، بالظبط. ريكومنديشن. ممكن مثلا انزل فعلا وظيفه مم. وتفضل موجوده على لينكد ان جوبز مثلا، مم. وانا خلاص انا ستيل اصلا موجوده، بالظبط خلي الناس تفضل تقدم. بالظبط. حلو قوي. طب الريكومنديشن دي هل فعلا بتاثر؟ يعني هل فعلا حوار الريكومنديشن ده بيفرق ان انا حد اه يعمل طبعا لي ريكومنديشن؟ طبعا. قولي لي مثلا توب 1. ممكن. حلو جدا. طب انا مثلا ازاي حد يعني محتاج اعمل ايه عشان يبقى عندي ناس تعمل لي ريكومنديشن؟ اوكي، بص انا اول ما دخلت المجال ده كانت من اصعب الحاجات اللي لسه لحد دلوقتي بتمر عليا، ان انا ماليش ريل كونكشنز في المجال ده، اوكي. غير لما نزلت شغل. لما مم. نزلت شغل خلاص انا الناس اللي في المجال وكده وعارفاهم وكده. لكن قبل ده انا لما اتخرجه من كليه ريليتد بحاجه كده، لا دخلت مثلا جروبس يعني بعيده شويه، محدش من عيلتي كذا، محدش من قرايبي كذا، فمحدش اصلا مجال الداتا كمان جديد، فمش هتلاقي ناس كتير قوي تعرفهم في مجال الداتا اوريدي شغالين. فالريكومنديشن الوحيده اللي انت ممكن تقدر تطلبه من الناس على لينكد ان، هي بتبقى اوكي. حاجه صعبه شويه ومحرجه شويه، مم. بس اللي هو نو ريسك نو فن. مم. عادي نبعت المسج، اترد علينا ماشي، تمام، ما ما تردش تردش علينا عادي. خلاص عادي، مش دي اول مره ثقافة مش اول ريجكشن. ثقافة بالظبط. فاللي هو عادي بقى، يعني انت بتدخل تطلب عادي ريكومنديشن. مم. مش كل الناس طبعا هتعمل ريكومند لحد على لينكد ان ما يعرفوش، بالظبط. وعلى فكره فالid جدا ومنطقي جدا. انا ما اعرفكش وما اعرفش شغلك كويس مم. ولا لا، هعمل لك ريكومنديشن على اي اساس؟ مم. بس في ناس بقى بتشوف ان شغلك كويس على لينكد ان، دخلت على البروجكتس بتاعتك فبتحاول تساعد. مم. يعني دي ناس بتبقى كويسه جدا، مم. يعني ربنا يكرمهم. حلو قوي. ريكومنديشن مهم جدا. لو مم. بقى حد معرفة عندك، صاحبك، حد من قرايبك، طبعا طبعا دي اول طريقة انت تستخدمها اصلا. كويس. حلو جدا. ناس. حلو قوي. طيب نرجع برضو لسوق العمل. مم. انا مثلا ايه الاسئله اللي ممكن تقابلني تكنيكال مم. من وجهه نظرك او من خبرتك في المجال، مم. اخد بالي منها؟ او مثلا ايه اللي انا محتاج اذاكره كويس مم. واطبق عليه كتير عشان لما ادخل اي انترفيو تكنيكال ما بقاش قلقان، ابقى مم. عارف ان انا التكنيكاليتي انا كويس فيه جدا، مم. واصل فيه مستوى كويس، عارف ان الاسئله اللي انا مذاكرها واللي مذاكره فعلا الشركات بتطلبها. مم. فايه الاسئله اللي فعلا بتحس ان اغلب الشركات بتطلبها والكومن انترفيو كويستشنز في مجال الداتا اناليسيس؟ بص هقول لك على حاجة من واقع خبرتي بعد كل الانترفيوز اللي دخلتها. اهم حاجة ان انت تجهز كويس قوي لكل تول على حدة. بان انت تستخدم اي تول، اوكي. تقول له اديني كل الاسئله الممكنه اللي ممكن اتسال فيها في التول حلو. دي، من اول A to Z. كويس. من اول الكلام النظري ان هو مثلا ايه السيكوال مثلا، مم. structured query language، مم. ايه الاكسل ده، من البيزكس لحد الادفانس، لحد الحاجه اللي انت واصل لها. انت حلو. اكيد مش هتدخل لحاجه انت مش عارفها برضه. مهم. بس ان انت تدخل كده لشات جي بي تي تقول له اديني كل الاسئله بالانجلش وبالعربي، وتجهز ليها كويس جدا. مم. تمام. ايه اكتر اسئله مثلا كومن؟ لو هنقول في سيكوال، فسيكوال كان المعظم بيبقى مثلا تيست عادي على الحاجات البيزكس، سيلكت، الجروب، الجروبنج، الوير، الكلام ده مم. اللي هو الفلتريشن. وطبعا اسئله برضو في الاول ايه هو السيكوال او بيستخدم في ايه والكلام مم. ده. انواع الكومنتس دي، ده السؤال ده اتسال لي كتير دي ام ال جدا. ودي دي ال. بالظبط، حلو. بكل تفصيله ليها اوكي. وكل كومنت ايه. فده السؤال ده مهم جدا. مم. في ايه تاني؟ باور بي اي مثلا، اكتر حاجات بتتسال باور بي اي ايه انواع الكونكت مود اوكي. او اللي هي الداكس بقى. الامبورت مود والدايركت بالظبط كويري. كده، ايوه، حلو. اللايف كونكشن والامبورت مود والدايركت وكده كويري. بالظبط. حلو. وداكس مم. بيسالوا برضو في داكس. لو حد بيشتغل مينلي باور بي اي فهو هيسالك في داكس اوكي. كتير. فلازم يسال. بيسأل بقى اسئله اللي هو يعني ايه، مثلا معادله كذا ولا كيس اه ستاديز مثلا معينه؟ لا، بيسال اسئله المعادله دي بتعمل ايه، مم. والمعادله دي بتعمل ايه، ايه اصعب مثلا معادله انت استخدمتها. مم. كده يعني هي مم. النوع حلو ده. جدا. هل مثلا في الانترفيو ممكن اقابل في الانترفيو ان الشخص مثلا يقول لي اكتب كود؟ طبعا. طبعا. يعني دي حاجه ده انا اتسالت ان انا اكتب كود على ورقه اصلا. اصلا. مم. ده كان من اصعب مثلا الانترفيوز اللي مم. دخلتها، ان مم. هو طلب ان انا اكتب. هو كتب لي
تو تيبلز، رسم لي تو تيبلز مم. وكتب لي فيهم الداتا، وكان خطه صعب جدا مش مقري اصلا. فانا قلت له ده يعني، قلت له انا مش عارفه اقرا الخط مم. اصلا. فبعدين قال لي تاني، فانت اصلا انت قاعد في انترفيو ومتوتر جدا، مم. وحد بيكتب بالقلم الرصاص وانت مش داتا فاهم اصلا هو بيقول ايه. ومش فاهم هو بيقول ايه، وانت مم. اصلا كل الافكار ضاعت خلاص، عشان انت اه دلوقتي مطلوب منك تحل كويري السؤال على انت ورق. مش فاهمه اصلا. امم حلو قوي. فده كان رخم جدا مثلا، مم. السؤال ده كان رخم جدا. مم. وبعدين انا اتوترت وقلت له يعني طب مفيش كمبيوتر هنا يا جماعه؟ احنا في عصر ايه طيب عشان نكتب الكويري على اه ورق؟ يعني الموضوع صعب قوي، الموضوع اه غريب جدا. جدا جدا. اه. هو كان دي من الحاجات الغريبه جدا برضه. مم. بس معظم الوقت طبعا انت بتسال في كويريز. لو مم. هنتكلم في سيكوال، انت بتسال في الحاجات اللي هي المفاهيم، مم. بعد كده بندخل لتست كويري على طول. حلو قوي. طب ماشي، احكي لي مثلا او احكي لنا تجربة انترفيو كاملة، بس حاجات تبقى صعبة. يعني مثلا احكي لي انترفيو عملتيه كان انترفيو صعب فعلا، مم. تكنيكاليتي اكتر. تعالي نتكلم تكنيكال، ايه اللي حصل؟ سألك في ايه مثلا؟ كتبتي كود في ايه؟ بيسألك ايه في الانترفيو؟ بياخد باله من ايه في الانترفيو؟ مم. مم. اوكي. هو اتقل بروسس انترفيوز دخلتها كانت متقسمه ل 6 او 5 انترفيوز. حلو. انت متخيل داخل بروسس ل5 مراحل او مم. 6 مراحل. كان في الاول كول انترفيو، حلو. بيدردش معايا طبعا بفول انجلش. مم. بيسالني عادي introduce yourself، شغلك ايه والكلام ده، عادي جدا. بعد كده يفلتر من الكول انترفيو يدخل ل اتش ار انترفيو. حلو. نفس الكلام اللي عملناه كولينج هنعمله بس فيديو مم. عادي، مش يعني ريموت، مش اون سايت. مم. بعد كده خلصت الفيديو انترفيو، كنت عديت اكسبتد من الاثنين. دخلنا بقى في التكنيكال انترفيو. حلو. التكنيكال انترفيو ده كان مع التك ليد، برضو كان انجلش كله. التلاتة دول كلهم انجلش، يعني البروسيس دي كلها كانت فولي انجلش. مم. تالت بقى انترفيو كان التكنيكال انترفيو، كان بيسألني تكنيكال سيكوال، والحمد لله خلاص اكسبتد منه. حلو. ماشي. خلصنا التكنيكال انترفيو ده، دخلنا التكنيكال انترفيو تاني، مم. بس اسئله ادفانسد شويه في سيكوال. اوكي. ماشي. وكانوا بيفهموني الشغل نفسه جوه هيبقى عامل ازاي، حلو. يعني بيوروني ريل كيس كده، الشغل هيبقى ماشي ازاي او يومي هيبقى ماشي ازاي، حلو. مع الاسئله التكنيكال برضو في السيكوال. مم. الانترفيو ده كان مع كلاينت اجنبي، اوكي. فما كانش ما كانش حد مصري، يعني مم. كان هما 2 اجانب كنت داخله معاهم. اوكي. بعد كده خلاص اكسبتد من ده، دخلنا في اخر حاجه ده كان تيست، كان سيكوال تيست. مم. كان 3 ليفلز، مم. كان ايزي وميديوم وهارد. اوكي. كان بيديني بس كويري في الايزي ليفل مم. والميديوم ليفل والهارد ليفل. حلو. واول ما دخلت برضو كنت مع الكلاينت الاجنبي. مم. كل الكلام ده كان صعب جدا جدا. مم. يعني مش كان صعب ككويريز، كانت مم. كويريز بالنسبه لي سهله لان انا كنت متعوده عليها. اوكي. بس كان صعب كفكره ان انت داخل فيه 3 شايفينك، مم. والتلاتة اجانب، وانت المفروض انت فاتح برضو الكاميرا وهم فاتحين الكاميرا، والمفروض تحل. مم. هما بقى قالوا لي ايه، ان احنا بنقيس سرعتك اوكي. وتركيزك وحلك، وانت بتحلي قولي لنا بتحلي ازاي. احنا بنعذبك، من الاخر بنموتك احنا بنعصرك. بالاخر. ده اصلا كمان بعد 5 انترفيوز قبلها يعني. فخلاص كان الجاي الايزي كويستشن مم. وحليته بسرعه جدا، حلو. والميديوم كويستشن حليته برضو بسرعه جدا، وجه الهارد كويستشن حليته بس بطريقه اصعب من الطريقه النورمال. اوكي. هو ده أصعب كان من سبب أصعب الريجكشن. بالظبط. اصلا يعني هم اصلا رفضوك بالظبط. يعني هو عشان في حلتيها بطريقه الاخر صعبه. عشان كانت هي يعني ابسط من كده، امم. كان المفروض تتحل بطريقه ابسط من كده. مم. بس انا فاكره السؤال ده؟ مش فاكره بقى. بس هي كانت حاجه كان في حاجه ليها علاقه بالدليفري ديت. اوكي. انا حليتها بطريقه ماثيماتيكال، مم. وهي ما كانتش المفروض تبقى كده، مم. كانت حاجه ابسط من كده. مم. بس حلو. فكنت انا واتنين اللي كنا وصلنا لاخر الفاينل ستيب. مم. بس وهما بقى كان انا ساعتها بقى كلمت الانترفيور وقلت له ممكن اعرف سبب الريجكشن. هو قال لي بس ان هو السؤال الهارد هو حله بطريقه ابسط من كده، وكان هي دي بس المشكله. الموضوع يعني الموضوع سخيف طعنه جدا. سخيف جدا. طب كنت بجد قول ان هو طعنه. ابسط من كده وقول لي الحل وخلاص. عارف اكتر حاجه مرهقه ايه كانت؟ البروسيس بتاعت الانترفيوز. يعني 5 too much. or 6 انترفيوز، مم. كلهم كمان مع اجانب. مم. فانت برضو انت مش بتتعامل مع حد من لغتك، مم. فبرضو عندك الرهبه بتاعت انه هو برضو مم. ممكن ما يفهمنيش. مم. يعني انت حتى لو عطلت مع حد مصري فانت تعرف ستيل عارف تتكلم معاه تودي تتواصل. بالظبط كده. حلو قوي. بس طيب خليني برضو اسالك سؤال من اغلب كلامك.
زي مثلا في الاول لينك، يعني اغلب الكلام في الاول كان لينكدين. دلوقتي اغلب كلامك برضو انجليزي. مهم. ازاي انا كشخص ممكن اكون عادي، اغلب الناس، اغلب المصريين عامه عندهم مشكله ازليه في حته ان انا بعرف اسمع، بفهم، ما بعرفش اتكلم. مم. فلما اجي اعبر انا مش عارف اعبر، ممكن اكون انا شاطر جدا بس مش قادر اعبر على اللي جوايا مم. بالانجليزي. مم. فازاي انت اصلا مم. برضو زي اغلب الناس عادي مم. الانجليزي بتاعك بقى كويس لدرجه انك دخلتي انترفيو 6 مع اجانب انت بتتكلمي وكان خلاص ممكن تتقبلي مم. لولا حاجه معينه. فازاي اطور الانجليش بتاعي، او اعمل ايه، او امشي ازاي، اذاكر بطريقه معينه على حسب، قولي لي. اوكي. بص، من اكتر الحاجات اللي فادتني في النقطه دي السيرتيفيكيتس اللي انا كنت واخداها، لانها كانت كلها انجلش، وانت بتسمع فيديو كامل وبتشوف طريقه كلام وبتشوف الاكسنت بتاعت الاجانب ماشيه ازاي او هو بينطق الكلمه دي ازاي. كلها كانت من السيرتيفيكيتس اللي انا كنت واخداها. وغير كده اي كونتنت هتذاكره في المجال، ادخل على بلاي ليست بالعربي وبلاي ليست تانية بالانجلش زيها اوكي بالظبط حلو. بالانجلش. يعني مثلا هنفترض ان انا هدخل اذاكر اكسل تول، هشوف فيديوز على اليوتيوب، اجيب الفيديوز الاجنبي وكلها بالانجلش والفيديوز بالعربي حلو. عشان افهم وفي نفس الوقت اكون عارفه دي بتتنطق ازاي، مم. دي ترجمتها ايه، دي كذا. حلو جدا. فدي اكتر طريقه هتفيدك، لان انت مش عايز تذاكر او تطور من الانجليش بشكل عام، لا انت عايز تتطور في مصطلحات المجال عشان هتدخل مع اي كلاينتس او هتدخل مع اي حد هتشتغل في نفس المجال، مم. عارف كل المصطلحات دي معناها ايه، عارف تتكلم بتستخدم الجمل دي، عارف الكلمه دي معناها ايه. فدي من الحاجات اللي هتفيد قوي 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 يعني. مم. حلو جدا. طب هل شايفه مثلا ان انا ممكن الناس تاخد كورس معين مثلا انجلش؟ هل ده حاجه هتسبورت شويه؟ مثلا اخد، يعني ناس تقول لك هتعلم، ابدا في المجال ولا اخد كورس انجليزي. طب هل المجال ليه علاقه بالانجليزي ولا لا؟ فانت شايفه ان عادي ممكن شخص يبدا عادي جدا وبعد كده يبدا يطور من ايه؟ يس، حلو. انا شايفه انه لا طبعا يبدا، حتى لو هو هنفترض مثلا ان هو في الانجليش 4 من 10، لا يبدا عادي. مش عائق يعني. مش كويس. عائق، مش حلو عائق. جدا. وبعدين دلوقتي كل الاي اي تولز بتساعدك ان انت تترانسليت مم. اي ارتكل، اي فيديو، مم. اي كورس، كل حاجه دلوقتي بقت مترجمه اصلا مم. للعربي. مم. فانت هتفهم، بس في نفس الوقت ما ينفعش تسكيب النقطه بتاعه الانجليش، مم. لان انت مش هتدخل انترفيوز غير لما تسال انجليش. مم. فلازم تبريبير كويس جدا ان انجليش. حلو جدا. اي انترفيو هتدخله لازم تجهز مم. كل الاسئله بالانجليش، حلو جدا. بعد كده بقى تبدا تجهز لها بالعربي. حلو قوي. طيب هسألك سؤال، هل سؤال برضو ناس كتير جدا بتسأله، هل الاي اي هياخد مكان الداتا اناليسيس او الداتا اناليست؟ بص، من وجهة نظري لحد اللحظة الآن عشان احنا في تاريخ كام، الساعة كام، عشان ما حدش بقى ايه 9 مايو يجي يقول يوم لا الجمعة. الكلام ده مش حقيقي 920 25. اه. لحد اللحظة دي انا شايفة انه لا، مم. شايفة ان في حاجات كتيرة جدا الداتا اناليست بيعملها غير ان هو يطلع انفورميشنز او انسايتس. لو هنتكلم كانسايتس او كداتا، هو يقدر ان هو يعمل حاجات دي، ال AI؟ يقدر يعمل تاسكس. الاي اي. اقدر ان انا ابصيله داتا واقول له طلع لي كذا وطلع لي كذا وابعت لي الفايل. حلو. بس هل ده كافي؟ لا. انت شغال في شركه كبيره جدا مع تيمز مختلفه كتيره جدا، والبروسيس بتاعتكم مختلفه، سواء بقى داتا انجينير او داتا اناليست او داتا ساينس، كلهم كده مع بعض. مم. هل الاي اي هيستبدل كل دول ويعتمد بشكل كامل عليه هو بس؟ طب ماشي خلاص، هنفترض ان احنا كل البروسيس دي الاي اي يستبدلها، حلو. عادي جدا تمام. مين هيبريزنت الكلام ده؟ مين هيروح يوصل للمانجرز او النون تكنيكال اي انسايتس؟ مين هيفكر برضو حاجه خاصه يعني انا بحس ان الجزء فيه ان انت دلوقتي في البلد دي، فانا بجيب لك انسايتس هتفيدك بيزد اون السوق الحالي، مش مجرد انسايتس وخلاص. صح. يعني الاي اي او شات جي بي تي مثلا هو مجرد ان هو ايه، هو مجرد بيديلك الانفورميشن بيست على الداتا، هو مش عارف مثلا وضع السوق بالظبط، هو مش عايش حالا، مش عارف ان بالظبط، في مثلا حاجه في بالظبط. السوق حاجه. بالظبط. حلو قوي. وعشان اصلا ان هو يطلع انفورميشنز اكيوريت قوي، انا محتاج انا برضو اكون معاه عشان اديله كل الانفورميشنز اللي تساعده يطلع حاجه كويسه. فستيل انا كده كده موجود، انا كداتا انست موجود، بس هو بيساعد جدا جدا. وعدم وجوده لا، كان فعلا هو وجوده فارق، بس مش حاسه ان هو هيستبدل 100% خالص. يعني هو بس مجرد تول بتساعد الداتا اناليست ان هو يسرع شغله، بالظبط، يبسط شغله، بالظبط. يحاول يعني يجاب حته ان انا ممكن بدل ما اقعد اعمل في حاجه بسيطه بالظبط بايدي هو يساعدني فيها، ويديني افكار وانا اكستمايز ات بيزد اون الداتا بتاعتي. حلو قوي. يعني مش شرط الافكار اللي ادهاني اشتغل بيها على طول، تكون صح 100%.
لا طبعا، عشان كده لازم يكون حد فاهم برضو انه بيتكلم الاي اي. طب ما هنفترض انه الشركات دول كلها عايزه تستبدل كل البوزيشنز دي وهتستخدم اي اي بس، والمانجرز او الاتش ارز هم اللي هيتعاملوا مع الاي اي. هو عامه حتى المانجر والاتش ار هو ما عندوش وقت يقعد يتعامل مع اصلا بالظبط هو مش ده هي شغله. دي الفكره. هل نفترض ان هو عايز يوفر كوست على الشركه وهو هيتعامل بشكل طب ما هو الاي اي اصلا هيدفع فلوس يعني. بالظبط. هو درجه الحاجه هي اللي لوب. سبيسيفايد قوي دي شات جي بي تي حتى البريميوم ما يعملهاش، هي لوب. ان هو يقول لك. فمعاك حق، حلو جدا. طيب هقول لك مثلا، عايز اسالك على حاجه تانية. انا عايز اتطور، او ماذا بعد الداتا اناليسيز؟ يعني اوكي ماشي، انا خدت بكل النصايح دي، اشتغلت، جالي شغل تمام، او حتى وانا اوكي لسه بتعلم وبحاول وبجرب ولقيت ان انا وصلت لمستوى كويس في الاناليسيز، عايز اتطور، عايز اوصل لحاجه تانية، ممكن اعمل ايه؟ تعمل ايه بعد كمذاكره مثلا؟ يعني ممكن مثلا اتعلم الداتا ساينس، ادخل في الاي اي، ولا اتعلم بزنس، ولا اخد ماستر، ولا اعمل ايه مثلا من وجهة نظرك؟ بص، من وجهة نظري واللي انا بطبقه عليا حاليا، ان انا بمسك مثلا النقط اللي انا عايزه اعرفها وادخل بقى فيها. يعني مثلا اخد كورسز في الكلاود مثلا. اوكي. يعني انا حاسه ان دي حاجه، مع ان أنا مثلا مش هشتغل بيها حاليا، بس انا لو فهمتها وعندي البيزكس فيها وعارفه هي بشتغل بيها ازاي، دي حاجه هتفيدني جدا. حلو. خصوصا ان الكلاود برضو مستقبل، يعني هو مش دلوقتي بس مستقبل يعتبر. حلو. حته برضو ان انا ممكن مثلا اخد ماستر مثلا. في ناس بتتجه للجزء ده، في ناس بتتجه لجزء ان هي تبقى انستراكتور او تشرح او تبقى ماسكه الجزء الاكاديمي شويه. ففي اكتر من حاجه على حسب انت شخصيتك ايه، يعني انت ميال لايه اكتر. بس كلها طبعا كورسز، انت طول الوقت لازم تذاكر في المجال ده عموما. طبعا التكنولوجي كل يوم بتبقى حاجه جديده. بالظبط. بس خلي بالك انت اصلا في اي شغل انت هتروحه مش هتشتغل بكل التولز، انت هتشتغل بتول او اتنين. يعني انت في الانترفيو بتتسأل في كل التولز، صح. بس انت في الاخر الموضوع بيصفصف على تول او اتنين بس. حلو جدا. طيب تعالي مثلا نقول ان احنا عايزين منك نصايح لاي حد عايز يتعلم او يبدا في مجال الداتا اناليسيز، او بدا في مجال الداتا اناليسيز بس محتاج يتطور. يعني مثلا تعالى نقسمها شويه، نقول اكتب ان المايك معاكي ودي نصايح من واقع خبرتك او من واقع الشغل او من واقع الاكسبيرينس بتاعتك، الاخطاء، الحاجات دي كلها، لاي حد بيبدا في المجال او بيتعلمه. رن رن. رن سكه ودغري. لا رن اجري. اجري. لا رن نفذ يلا الامر، نفذ الاوردر. لا بص، هقول لك على حاجه. بجد من اكتر النصايح ان don't give up. المجال ده عايز نفس طويل. عايز نفس طويل مذاكره، عايز نفس طويل في الريجكشنز، عايز نفس طويل في ان انت بتتعلم حاجات كلها جديده عليك، عايز نفس طويل في ان انت كل يوم بتقابل مشاكل عمرك ما قابلتها في حياتك. ومحتاج ان انت تتقبل الايرورز، تتقبل كل الكلام ده. فلازم نفسك يبقى طويل. لازم. حلو جدا. ايه تاني طيب؟ ان انت تفضل مكمل مذاكره. دي تاني اهم ما نصيحه. توقفش. لو كل حاجه. لو وقفت هتنسى كل حاجه. حلو وزي ما قلت لك، انت لو نزلت اشتغلت في شركه، حتى لو نزلت اشتغلت في شركه، انت ستيل هتستخدم تول او اتنين. طيب هل نفترض ان انت قعدت 4-5 سنين في الشركه دي وعايز تمشي، والسوق حاجه تانية، او السوق بيستخدم تولز تانية. حلو جدا. فلازم تفضل مكمل مذاكره في المجال، وتشوف السوق محتاج تولز ايه وتفضل مكمل مذاكره. بس. حلو جدا. طب اسالك سؤال، الداتا اناليست بياخد كام؟ الاسئله اللي ما بحبهاش دي. قولي لي برضو، عشان ناس كتير جدا بتبقى عايز تعرف انا هاخد كام. ماشي، انا كلامك جميل جدا وزي الفل، انا مثلا هتعلم اوكي ونفسي طويل وحاجات حلوه جدا. بعد كل ده هل هلاقي المقابل اللي يخليني مثلا اتعوض عن كل ده؟ وهل مثلا المجال بتاع الداتا اناليسيز انك تكبري فيه سهل ولا صعب؟ يعني هل مثلا عشان ابقى سينيور او ميد ليفل لازم اقعد 5-6 سنين، ولا ممكن خلال سنه سنتين ابقى ميد ليفل بعد كده ابقى سينيور فبالتالي مرتبي يبقى يزيد؟ فاول حاجه مرتبك تبقى في حدود كام؟ جونيور مثلا لسه بتعلم، لسه فريش جراديويتد وزيرو اكسبيرينس، زي ما انت قلتي مثلا عملت شويه مشاريع انترنشيبس، مش لازم اكون دخلت اي تي اي عشان مش كل الناس بتدخل اي تي اي، بس عملت مشاريع، خدت انترنشيب مثلا، عايز ابدا بقى. اطلب كام؟ يعني مثلا الناس بتسالها تاني اطلب كام؟ اتكلم مع الشركات بكام. بص، اون افريج انا هقول لك دلوقتي الافريج اوكي من 10 ل 20 جونيور. زيرو اكسبيرينس. حلو. الموضوع بيعتمد على ايه؟ بيعتمد اول حاجه على قدرتك على النيجوشيشن. حلو. دي رقم 1. من الاخر ازاي تبيع نفسك. بالظبط كده. تعرف تتفاوض في سالري ولا لا؟
ما بتعرفش هتاخد اقل رقم، مم. بتعرف هتاخد رقم كويس. مم. وطبعا كل الكلام ده بيزد اون السكيلز بتاعتك. مم. يعني انا برضو ما بقاش زيرو سكيلز واروح اتفاوض على سالري كبير، ما انا برضو كده كده هترفض. مم. فلازم تكون بتعرف تتفاوض كويس قوي وتقنعه ان انت تستحق الرقم ده. حلو جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه مستوى الشركه الشركة عامل ازاي، نفسها. الشركه نفسها مم. عامل ازاي في السوق اصلا. مم. ما انت مش هتقارن السالري بتاع شركه مالتي ناشونال بشركه ستارت اب، مم. او بشركه اي كلام، او شركه لسه اصلا او مثلا التولز. مم. ما التولز برضو بتفرق. مم. انا لو رايحه اشتغل باكسل بس غير لو رايحه اشتغل بسيكوال واكسل وباور بي اي وكده. مم. فانت لازم تعرف التولز اللي الشركه بتستخدمها ايه، وتحدد انت الجوب ديسكريبشن بتاعك، الجوب ريسبونسبيلتيز بتاعتك عامله ازاي. مم. انت ممكن تبقى شايل حاجات كتير جدا، داتا انجينير وداتا ساينس اه وداتا اناليست حد عشان ما كده زي ما يجيب. انت قلتي ان هو الريكويرمنتس السوق مش فاهم بالظبط. هو بيعمل ايه. بالظبط، صح. لان هم فعلا بيطلبوا حاجات كتير جدا. مم. فلازم تبقى عارف انت هتروح تعمل ايه، وعلى اساس المهام اللي انت هتعملها هتطلب رقم، حلو على جدا. اساس التولز اللي انت هتستخدمها هتطلب رقم، حلو. على اساس حجم الشركه في السوق هتطلب رقم. حلو جدا. بس اون افريج جونيور او فريش او ايا كان حد عنده البيزكس او يقدر يتعامل بتولز مم. من 10 لحد 20. اوكي بس. حلو جدا. طب والتدرج في البوزيشن بياخد وقت؟ يعني هل هو معتمد بوقت ولا معتمد بسكيلز ولا معتمد باكسبيرينس؟ مم. وماشي اوكي انا مثلا هاخد 15، مم. لما اعلى هل هاخد 20 ولا هاخد اكتر من كده ولا هكذا؟ هو التدرج بيبقى كويس في السالاريز بصراحه. اوكي. السينيور ليفل بيبقى مور ذان 20. مم. و الوقت هل بتضر، هل مثلا هبقى سينيور في قد ايه؟ لا هتاخد مده. مدة. ليه؟ لان انت في المجال ده انت كل يوم بتقابل مشكله جديده، مهم. ففكره ان انت تبقى اوير بمشاكل كتير جدا مم. هو دي خبرتك. اوكي هو دي خبرتك، حلو جدا. مشاكل كتير جدا بتواجهها. مم. فعشان كده بقول لك على حسب الشركه. ما ممكن ادخل في شركه بس هي ما بتشتغلش اصلا، ما فيش ريل كيس كتير مم. يعني بتعدي عليا او بواجهها. مم. فدي بالنسبه لي خبرتي مم. مش كافيه ان انا مثلا بعد سنتين ابقى سينيور. حلو لا جدا. انا محتاجه مش اقل من 4 سنين. حلو في أوي. شركه تانية فيها ضغط كتير جدا، فلا انا كده خبرتي كويسه جدا، في سنتين هبقى سينيور. كويس جدا. بس فعلى حسب الشركه اللي بتبدا فيه. بالظبط. حلو قوي. طب هسالك برضه سؤال، هل انا محتاج اتعلم بايثون عشان اكون داتا اناليست؟ لا يعني أصلاً؟ انا بالنسبه لي هي بايثون مفيده جدا في الكليننج ترانسفورميشن مع الداتا الكبيره. مم. بس انا لحد دلوقتي ما بشتغلش ببايثون. مم. انا بشتغل مينلي بسيكوال، باور بي اي، مم. اكسل، وايه تاني، وتابلو ساعات على حسب برضو الشركه بتستخدم انهي فيجواليزيشن تول. مم. بس بايثون لا انا ما اشتغلتش بيها لحد دلوقتي. مم. بس حلو جدا. فمش محتاجها قوي. انت لو خدتها بالنسبه لك هتتفضل عن حد تاني في الانترفيو. كويس. يعني مثلا نقدر نقول ان احنا اي فرصه قدامنا في ان احنا نتطور او نتعلم حاجه نتعلمها. ده كلام سليم. حلو جدا. بس. يعني مثلا كنت بتقولي ان مثلا حد اتعلم جافا، مهم. انا ما بعملش اي حاجه بجافا مثلا، بالظبط. بس هيلاقي ان هو معاه مثلا Skill بروجرامينج جديدة. لانجوج بالظبط. بالظبط او سوفت وير انجينير مهم. سكيل، فهيلاقي ان هو بالنسبه له كويس بالظبط. احسن بكتير. بالظبط. حلو ده أوي. بالنسبه له حد متعلم، ده بالنسبه له حد بيطور من نفسه طول الوقت، مم. بياخد حاجات كتيره تانية ممكن ما تبقاش ريليتد بس هو بيشتغل على نفسه. حلو جدا. فبس. طيب خليني برضو اسالك عن المشاريع. مهم. انا عايز اعمل مشاريع كويسه. المشاريع زي ما احنا عارفين او اغلبنا عارفين مش مجرد داشبورد. مهم. داشبورد اي حد ممكن يعملها، مهم. بس انا عايز اعمل مشروع كويس او مشاريع كويسه، او ايه الخصائص بتاعت المشاريع اللي تخلي الاتش ار او التكنيكال ليدر لما يبص على المشروع يفضلني عن حد تاني، رغم ان انا ممكن اكون شغال على نفس الداتا. مهم. لو جبت مثلا داتا من كاجل ممكن اكون شغال على انا وغيري نفس الداتا، بس يلاقي ان يختارني انا عن غيري. فايه المعايير اللي اهتم بيها في المشاريع اللي بعملها تخليني مميز وفعلا او ان انا اعمل بورتفوليو كويس، مهم. مش جاست بس شويه داشبورد حاجه بتتحرك وخلاص. اوكي. هما 4 حاجات. حلو. اول حاجه حجم الداتا. كويس. انا دلوقتي هيفيدني بايه بان انت اشتغلت على داتا 1000 رو، وانا اوريدي في الشركات كلها الداتا بتعدي الملايين كويس. او الالافات يا سيدي. حلو. فلازم تشتغل على داتا تكون ضخمه، تجيبها بقى يمين تجيبها شمال، لازم داتا ضخمه عشان هو يعرف ان انت قادر تهندل داتا كبيره. دي اول حاجه. تاني حاجه البروجكت بتاعك يكون منظم، يعني انت مشيت كل الستبس بتاعت الداتا لايف سايكل، من اول ان انت جبت الداتا من سورس لحد الكليننج ترانسفورميشنز وحد الاناليسيس، وبعد كده الفاينل ستيب الفيجواليزيشن كويس. والدوكيومنتيشن. حلو. يعني لازم يبقى موجود في البروجكت كل الستبس دي انت مشيت عليها، جميل. مش مجرد ان بص الداتا وخلاص الداشبورد. لا. حلو. فين بقى الستبس التانية اللي في النص دي؟ انت عملت ايه؟
تالت حاجه الاناليسيس او الانسايتس او الميجرز اللي انت بتعملها. مم. ما هو انا ممكن اعمل لك دلوقتي داشبورد عباره عن حاجات الديسكريبتيف مع النوميريك وخلاص. مم. فين الميجرز؟ فين الحاجات اللي هي بتبقى خاصه بكل دومين؟ مم. يعني مثلا دومين الكول سنتر بيبقى ليه ميجرز معينه، مم. في اي اتش تي تقريبا، دي حاجه كالكوليشن كده بتحتاج ان انا اضرب كولمز في بعض، يعني حاجات كده مم. معينه خاصه بالدومين ده. مم. فدي مهمه جدا، حلو. لازم تبقى الميجرز خاصه بالدومين. حلو جدا. ورابع حاجه بقى تنظيمك، ان انت خلاص عملت الدوكيومنتيشن، كتبت كل الستبس اللي انت عملتها، حطيت الفيجوال بتاعك. طبعا الفيجواليزيشن لازم تبقى بيرفكت، مم. يعني لازم يبقى معمول فيها مجهود، مش مجرد الديفولت كولرز بتاعت الفيجواليزيشن تولز. ما اصل كده خلاص انت ما عملتش مجهود برضو صح. في الالوان والاشكال وكده، وحاجات مم. ما جذبتنيش كاتش ار بالذات، او كالناس النون تكنيكال. انا عايز حاجه مبهره بالظبط. بس. حلو جدا. فدي اهم 4 نقط يعني. طيب حلو قوي. خليني برضو اسالك عن الدومينز. مم. هل انا كمحلل بيانات لازم اشتغل على كل الدومينز؟ يس. كل الدومينز. مهم. حلو. ليه لازم بقى؟ لازم عشان تبقى انت مثلا شغال في شركه هي بتقدم سيرفيس داتا، فبتقدمها لديفرنت دومينز او ديفرنت كلاينتس. حلو. كل كلاينت بدومين مختلف، مم. انت ساعتها هتهندل ده ازاي؟ مم. فلازم تبقى اوريدي اوير قبل كده بالداتا دي او مم. اشتغلت عليها. وغير كده دي حاجه مفيده بالنسبه لك، مم. بتفتح افكارك، بتظبط المايند سيت بتاعتك كداتا اناليست، ان انت عارف تجيب ده من ده، مم. عارف، مع ان انت عمرك ما اشتغلت على الداتا دي قبل كده او الدومين ده. مم. فلا، هو الاحسن طبعا ان انت تشتغل على دومينز مم. مختلفه. هو شغل الداتا اصلا في مصر، الداتا اناليست في مصر مم. منقسم ازاي؟ يعني مثلا انت النهارده قلت ان انت شغاله مع كلاينتس، مهم. ممكن يكون حد بيتفرج عليا النهارده اول مره يسمع ان يعني ايه شركه بتعمل اناليسيس السيرفيس. لكلاينتس. فهل كل الشركات في مصر انا بسيرف الخدمه؟ لا، اوكي. هو الموضوع متقسم ان انت يا اما بتشتغل داتا اناليست للشركه نفسها، كويس. فانت بتشتغل على داتا الشركه نفسها، او بتشتغل مع كلاينتس بتقدم السيرفيس بتاعت الداتا، حلو. او بقى فريلانسنج، حلو. او بقى حاجه تانية خالص مثلا اكاديمي، حاجه انستراكتور. فالموضوع متقسم لحاجات كتير مختلفه. مم. عشان كده هو حلو اصلا، مم. عشان كده المجال حلو. مم. انت ممكن تتحط في اي حته على مم. حسب انت حابب ايه. مم. بس حلو جدا. طب هل الداتا اناليست ممكن يكمل في الاي اي؟ يعني مثلا هل انا كداتا اناليست ممكن احتاج الماشين ليرنينج مهم. في الشغل بتاعي؟ لا، الموضوع مش محتاج قوي كده يعني. مم. يعني مش ان انت توصل للنقطة دي، بحس انها حاجة يعني مش عارفة لحد دلوقتي، يعني على حسب معلوماتي انه لا، مم. مش محتاجاها، مش مم. بحتاجها في شغل يعني. مم. بس بس كسكيل لو اتعلمتها هل هتبقى كويسه، هتبقى مفيده طبعا، بالنسبه لي؟ كل مم. اي حاجة انت هتتعلمها هتفيدك كده مم. كده. طب هل اصلا توظيف الحاجه دي في الشغل مهمه؟ يعني مثلا هل انا ممكن لو عرضت على المدير بتاعي ان انا عملت له اناليسيس بعد كده عملت بريدكشن، مم. هل الموضوع هيبقى ريابل، هيبقى رياليستيك، ولا احنا بس مجرد ان احنا بنسكرايب الداتا وبنعمل بس ريبورتس؟ اه يعني هي حاجة ملهاش لازمة قوي بصراحة. مم. بالنسبة لي مش حاسة انها اضافة قوي يعني. انت ممكن تعملها عادي بس مش هتبقى حاجة اساسية، هي اضافة بس. حلو جدا. طيب حلو قوي. ممكن برضو يعني نلخص اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده مع بعض. مهم. احنا اتكلمنا في الحته بتاعه الاي تي اي، مهم. واتكلمنا في الجزء بتاع الشغل، مهم. اتكلمنا في ازاي تعمل براندنج لنفسك واهميه لينكدين والانجلش، مهم. وكمان اسئله الانترفيوز. يس. عايزك بقى لو عندك حاجه محتاجه تقوليها، او حاجه مثلا محتاجه تعرفيها للناس، حاجه محتاجه نصيحه تقدمها لهم، حاجات معينه ممكن نتكلم فيها او ممكن نقولها. هو بكل بساطة ان انت اعمل اللي عليك وكده كده. مم. طول ما انت مستمر ومثابر وعندك إرادة وماسك بقى في الحاجة وحابب فعلا المجال، مم. هتنفست وقت فيه مم. وهيجيلك كده كده حاجة. مم. بس لازم تبقى صبور، مم. صبور جدا. حلو جدا. بس ومفيش حاجة بتتعلمها زيادة ما بتفيدكش. يعني في ناس بتقعد تقول انا بضيع وقت، انا ما اعرفش ايه، انا مش مستفاد قوي من هنا. مم. مفيش حاجة ما بتفيدكش. مم. وخلي بالك في نقطة مهمة جدا، طول فترة ما البروسيس وانا بتعلم او الجيرني عموما، انا كنت باخد معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا. عمري ما كنت مستنية حد يديني الفول انفورميشن، او اللي هو معلقة بالمعلقة ذهب في بقي زي ما بيقولوا. مم. فانت هتاخد معلومة من الكورس ده، هتاخد معلومة من الكورس التاني، عمرك ما هتاخد معلومة كاملة من مكان. مم. فانت هتقعد تلقط كده بس. حلو جدا. فما تستناش مكان يديلك كل حاجة، مم. مستحيل. مم. بس حلو جدا. بشكرك جدا على كل المعلومات اللي انت قلتيها النهارده، العفو. بجد انا شخصيا استفدت منك كتير جدا، كمان واكيد طبعا والله. المشاهدين استفادوا مننا كتير جدا. بشكرك جدا، العفو عليك. واتمنى دايما ليك كل التوفيق، وان شاء الله تكوني ثانك مكسره يو، الدنيا، ميرسي جدا يا وكلنا دايما باشمهندس نتعلم منك ان محمد. شاء الله باذن الله.
بشكركم جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو وتكونوا استفدتوا من البودكاست والمعلومات اللي اتكلمنا عنها النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب، واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تستفيدوا منها كتير جدا. ولو عندكم اي اسئله او حاجات معينه محتاجين نتكلم عنها اكتبوا لنا في الكومنتس، ان شاء الله هنرد عليها. شكرا جدا ليكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.